في الفيديو ده هعلمك المهارة اللي دخلت لي آلاف الدولارات تقريبا في وقت صغير جدا، والمهارة ديت من المهارات اللي مهم جدا أي حد يكون متعلمها، لأن أنت بتقدر تقدمها كخدمة، أو لو ده مش مجالك أو أنت مش حابب تقدمها كخدمة فبرضه هتحتاجها لنفسك. والمهارة ديت من المهارات التي لا تموت، يعني حتى في ظل وجود ال AI هي لسه مسيطرة ولسه في طلب عالي عليها جدا في السوق. المهارة ديت هي إيه؟ هي إن أنت تكون بتعرف تعمل ويب سايت. أنت ممكن تشوف كلمة ويب ديفلوبمنت دي تفتكر إن أنت لازم تكون محتاج تعرف تكتب كود، فلا، أنت مش محتاج تكون متعلم تكتب كود، وبرضو مش معنى ان انت مش تكتب كود ان انت هتعمل حاجه بالاي اي. الفيديو ده يخلو من الاي اي. المهاره دي تحديدا هي ووردبريس ديفلوبمنت. ده مجال مش صغير، مجال معترف بيه ومجال موجود من زمان جدا، والمجال ده معمول بيه اكتر من 40% من الويب سايتس اللي موجوده في العالم. قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني فانا نور، اشتغلت في مجال ووردبريس بقالي تقريبا حوالي 3 سنين. اشتغلت في وظيفه، اشتغلت فريلانس، اشتغلت على اكتر من 30 ويب سايتس لعملاء في الخليج. كل الويب سايتس دي لايف تقدر تشوفها على البورتفوليو بتاعي، ودايما هتلاقيني بقدم محتوى خالي من الحشو، هتلاقيني بقول لك المعلومه اللي هتفيدك على طول. فلو انت مهتم بالمحتوى ده، الشانل بتاعتي هتفيدك جدا، ما تنساش تشترك فيها واعمل لايك للفيديو ده عشان غيرك يشوفه وكلنا هنستفاد. الفيديو ده هينفع شخصين: شخص ما يعرفش اي حاجه، لان انا هبدا معاك من الصفر، من اول يعني ايه ويب سايت اصلا، يعني ايه هوستنج، يعني ايه الكلام ده كله. والشخص التاني اللي الفيديو هينفعه برضه هو حد عايز يحسن الويب سايتس اللي هو بيعملها، لان ووردبريس منتشر عنه صوره سيئه جدا ان هو بيعمل ويب سايتس شكلها ضعيف. مع ان الويب سايتس اللي قدامكم دي، كل الويب سايتس دي واكتر كمان موجودين في البورتفوليو بتاعي على نوراسامه.com، معموله بوردبريس. فلو انت حد شغال اصلا بالفعل بس عايز تحسن الديزاينز اللي انت بتعملها، في الفيديو ده هيفيدك برضه. الحاجه التانيه، انت حد معهوش لابتوب، او مثلا ما معكش فلوس هوستنج، او كل الحاجات دي مش مهمة. انت كده كده هتفهم قدام شوية ان الموضوع مجاني بالكامل او شبه مجاني، ما عدا في اجزاء معينة وليها حلول انت هتعرف تتجنبها. طيب انت مش معاك اصلا لابتوب تطبق عليه، فبرضه شوف الفيديو، شوف المجال، ممكن يكون المجال مناسب ليك. بعد ما تشوف الفيديو وتحس ان المجال مناسب ليك، خلاص هيكون هدفك ان انت تجيب لابتوب وتتعلم المهارة دي اول حاجة. يعني عادي ممكن تشوفه كفيديو نظري او كفيديو تطبيقي، الجزئين موجودين. طيب من البداية كده، يعني ايه ويب سايت اصلا؟ خلينا نفتح اي ويب سايت. مثلا الويب سايت ده او اي ويب سايت في العالم هتلاقيه مكون من نصوص، زراير، صور، فيديوهات، وفي بعض الاحيان ممكن تلاقي مثلا جي اي افس او عناصر متحركه. طيب الحاجات دي في الباك اند او في الجزء الخلفي من الويب سايت اللي انت مش شايفه، هي عباره عن ملفات. طيب انا مش هكتب لان انا بكتب بالماوس وخطي وحش جدا يعني، بس هي عباره عن ملفات واكواد. الصور والفيديوز والكلام ده ملفات، والنصوص والاشكال واي حاجه انت شايفها قدامك اكواد. الملفات والاكواد ديت زي ما قلنا هي بتترجم في الباك اند كملفات واكواد عشان الناس تقدر توصل لها. الناس هتوصل لها ازاي بقى؟ يعني انا لو عندي الملفات دي على الجهاز بتاعي، الناس مش تقدر توصل لها. فجه هنا دور حاجه اسمها سيرفر حلت لنا المشكله دي. السيرفر هو الهوستنج، السيرفر او الهوستنج يعني بترفع عليه ملفات الويب سايت بتاعك وتكتب دومين معين، فالناس بتقدر توصل للويب سايت بتاعك. بالمره كمان، يعني ايه دومين؟ الدومين ده في الاساس كان عباره عن مجموعه ارقام، اللي هو المكان اللي هيودي الملفات الويب سايت بتاعك، بس لسهوله الحفظ الارقام ديت بتتحول لدومين. يعني مثلا الارقام ديت هي اللي هتودي للويب سايت ده. نوراسامه.com برضو في الباك اند عباره عن مجموعه ارقام، بس عشان احنا بني ادمين مش بنحفظ كميات الارقام دي فبقت اسماء، مثلا نوراسامه.com، امازون.eg، وهكذا. فالمهم بعد ما انت بتخش على الدومين ده، السيرفر بيقوم جاي باعت الملفات لليوزر اللي هو انت. بس ده كده الموضوع بشكل مبسط جدا، الهوستنج والدومين والسيرفر وكل التفاصيل دي. نيجي لموضوعنا الاساسي وهو ووردبريس. ايه هو ووردبريس ببساطه؟ ووردبريس هو اقوى واحسن طريقه انت ممكن تعمل بيها ويب سايت، سواء دلوقتي، سواء من قبل 5 سنين، سواء بعد 5 سنين. وده يرجع لسببين. السبب الاول ان ووردبريس سهل جدا في الاستخدام واوبن سورس، وبيوفر لك ان انت تعمل ويب سايت من غير كود او تعمله بكود. طالما هو سهل، الناس هتتجه ان هي تتعلمه زي ما انت بتتعلمه حاليا. الحاجه التانيه ان هو مقارنه بان انت تعمل ويب سايت نيتف، هو اسهل واسرع وارخص. طيب اسهل واسرع وارخص دي هتخلي كل العملاء يروحوا يعملوا على ووردبريس، غير الناس اللي طبعا الويب سايت بتاعهم مش هيتعمل على ووردبريس، لان هو ليه حدود برضه. وهتعرف في الفيديو قدام شويه ايه الويب سايتس اللي هو بيعملها وايه الويب سايتس اللي هو مش بيعملها. طيب انا قلت هنا ان ووردبريس رخيص، بس الموضوع ده نسبي جدا، يعني مش كل الناس هيعملوا الويب سايت بسعر معين. الشائع في السوق المصري ان هم بيعملوا ويب سايتس ووردبريس باسعار قليله جدا، وده ناتج عن قله خبرتهم، وان هم بيعملوا ويب سايتس ضعيفه جدا، وهم مأيدين نفسهم في حته اللي هو لا، انت بتعمله على ووردبريس فالويب سايت هيكون شكله وحش، هيكون بطيء، هيكون.
بس انا عكس ده تماما، انا كنت بعمل ويب سايتس حلوه جدا ومقابل ده باخد فلوس كتيره جدا جدا قد تكون مقاربه لاسعار الويب سايتس النيتف. امتى الويب سايت هيتعمل ووردبريس وامتى يتعمل نيتف؟ الاول انا عايزك تعرف ان الموضوع ده مش محل مقارنه، يعني انت ما ينفعش تقارن ووردبريس بويب سايت نيتف، وما ينفعش تقارن حد شغال بوردبريس بحد شغال فرونت اند او باك اند او فول ستاك او ايا كان، لان المجالين مختلفين تماما، ده ليه شغله وده ليه شغله، ده ليه الويب سايتس اللي هو بيعملها وده ليه الويب سايتس اللي هو بيعملها. فانا بعمل المقارنه دي عشان اوضح لك انهي ينفع وامتى كل واحد فيهم ينفع يعني الشغلانه بتاعتك. طيب ووردبريس هينفع معاك من الويب سايتس الصغيره لحد الويب سايتس الفوق متوسطه، او لو هنقارنها بالشركات تقدر تقول الشركات المتوسطه لحد الشركات الكبيره بس مش كوربريت. هيجي هنا عندك انا قلت لحد الشركات المتوسطه. طيب فوق المتوسط ده ايه؟ اللي هو مثلا موقع وزاره التربيه والتعليم، موقع مستشفى. الحاجات دي حاجات ضخمه عملاقه، بيانات كتيره جدا، فهتحتاج وقتها تتجه ان انت تكون نيتيف او حد نيتيف يعمل الويب سايت ده. فطبعا فلوسهم اكتر لان هم بيشتغلوا مع شركات اضخم واكبر ومشاريع اكتر وبتاخد وقت اكبر، بس حته الفلوس دي زي ما وضحت هي مرتبطه بالشخص مش بالمجال اللي هو فيه. انا ليه هنا بقى بحب ووردبريس؟ لان ووردبريس فرصه اكتر. انت اما يكون قدامك الشركات المتوسطه كلها، الشركات الصغيره كلها، قدامك ان انت تشتغل فريلانس او في وظيفه او تاسس شركه او ايا كان، كل الحاجات دي مفتوحه لك، غير اما انت تروح نيتيف. كل الشركات هناك كوربريت او اغلبها برضه، لان عادي في شركات صغيره بتعمل الويب سايت نيتيف، بس اغلب الشركات كوربريت. فكوربريت يعني هتشتغل مع شركه مش بتشتغل مع فريلانسر، فهنا ووردبريس هيكسب. وانا برضو دي وجهة نظري، بس انت عندك الارقام ان 40 او 43% من الويب سايتس معموله بوردبريس. طيب نيتيف ده سريعا كده بينقسم لمجالات زي الفرونت اند والباك اند والفول ستاك. فرونت اند الشخص اللي بيعمل الويب سايت اللي انت بتشوفه، باك اند ده بيعمل الباك اند اللي هو بيشتغل على اللوجيك بتاع الويب سايت، والفول ستاك ده شخص بيتعلم المجالين، بيتعلم باك اند وفرونت اند. في نقطه مهمه ان ووردبريس بينقسم لمجالين. المجالين دول هما ان انت تعمل ويب سايتس عادي، ده المجال اللي انا هتكلم عنه دلوقتي، بتعمل ويب سايتس من خلال البلجنز اللي ووردبريس بيقدمها لك. والمجال التاني ان انت بتطور البلجنز والثيمز اللي موجوده في ووردبريس، او انت بتعمل بلجن وتديه لووردبريس. ده مجال مختلف تماما، ده مجال محتاج تكون متعلم برمجه برضو، فمش ده المجال اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده، ممكن نتكلم عنه في فيديوز تانية، وهو مجال من المجالات الكويسه جدا لان هو بيدخل لك باسيف انكم يعني. طيب المهم ان ووردبريس عندك بيتكون من حاجتين مهمين جدا، البلجنز والثيمز. طيب البلجنز هتلاقي عندك بلجنز زي اليمنتور، ده اللي بيخليك تعمل الويب سايت من غير ما تحتاج تكتب كود، وبرضو عندك وو كوميرس، ده بيخلي الويب سايت زي اي كوميرس ستور، او مش زي، هو بيخليه اي كوميرس ستور. وهتلاقي عندك بلجنز كتيره هتعرفها في المستقبل اما تتعلم ووردبريس اكتر. بس الاهم عندك واللي هتلاقي كله بيتكلم عنه واللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده هو اليمنتور، او ازاي تعمل الويب سايت باليمنتور. نيجي لخطوه اخيره قبل الشرح العملي وهي الهوستنج. اما هتيجي تشتري هوستنج هتلاقي ان انت عندك طريقين. الطريق الاول ان انت تشترك مع هوستنج بروفايدر زي هوستنجر او كلاود ويز، او ان انت تنزل لوكال هوست على جهازك. لوكال هوست على جهازك ده هو الطريق الثاني، وده طريق اوفر او مجاني بالكامل، لان انت ملفات الويب سايت بتكون على الجهاز بتاعك مش مربوط بدومين معين، فكل الحاجات دي بتقدر تعملها بشكل مجاني بالكامل. بس طبعا عيوبها اكتر من مميزاتها، الملفات عندك على الجهاز فده معناه ان محدش هيشوف الويب سايت بتاعك اصلا. بس على العموم هو حل مناسب لو انت عايز تبدا بشكل مجاني 100%. انا في الفيديو ده همشي مع الطريق الثاني، ان احنا نشترك مع كلاود ويز، لان انا عايز احاكي معاك التجربه الحقيقيه وانت بتعمل ويب سايت. طيب هتقول لي يا نور انا مش معايا فلوس عشان اشترك في كلاود ويز، هقول لك انا هديلك كود خصم هيديلك 3 ايام مجانيين بالكامل من غير ما تحتاج تحط كريدت كارد اصلا. بعد كده لو الموضوع عجبك وحبيت تكمل على الهوستنج ده، هتلاقي ان انت ليك 25% خصم على اول شهرين في الاشتراك بتاعك. طيب مميزات تانية انا بستخدم كلاود ويز عشانها، ان في دعم 24 ساعة، اي مشكلة هتواجهك هتلاقي في دعم بيساعدك، وزي ما قلت في تجربة 3 ايام مجانية، وفي عندهم سيرفرز كتيرة جدا انت هتفهمها في المستقبل. اهم ميزة بالنسبة لي ان السيرفرات بتاعتهم بتكون كلاود. كلاود يعني ايه؟ يعني الويب سايت بتاعك بيكون على سيرفر خاص بيك انت فقط، مفيش حد الويب سايت بتاعه محطوط معاك. طيب ده هيفيدك في ايه؟ الويب سايت هيكون اسرع بشكل ملحوظ، والويب سايت الاب تايم بتاعه هيكون عالي جدا، لان مفيش كل شويه ويب سايت هيقع فهتلاقيه موقع الويب سايت بتاعك معاه. يعني الويب سايت بتاعك هيقع في حاله واحده بس، ان الويب سايت بتاعك هو اللي فيه مشكله، يعني انت مش تتحمل اخطاء الاخرين من الاخر. هتلاقيني كنت عامل مقارنه شامله بين كلاود ويز واي سيرفر تاني موجود او السيرفرات التانيه الشائعه، لو انت مهتم بقى شوفه، بس مش ده موضوعنا دلوقتي.
خلينا نخش في الشرح العملي. واول حاجه هتقابلك لما تكتب ووردبريس في اي حته هي صفحه الاسعار دي. هتقول لي ليه يا نور في هنا اسعار مع ان انت قلت ان هو مجاني بالكامل؟ هقول لك بص فوق على الدومين هتلاقي مكتوب wordpress.com. ده هينقلنا لنقطه مهمه جدا وهي الفرق بين wordpress.com و wordpress.org. wordpress.com ده مش ووردبريس المجاني اللي احنا بنستخدمه. wordpress.com ده عباره عن هوستنج، يعني انت اما بتشتري wordpress.com انت بتاخد ووردبريس هوستد من خلال ووردبريس، يعني الهوستنج بتاع ووردبريس. طيب ده مش مجاني لان انت خلاص اشتريت الهوستنج يعتبر. في فروقات تانية طبعا بس احنا بنستخدم دوت اورج لان في تحكم اكبر. انت بتاخد ووردبريس تعمل له هوستنج مكان ما انت عايز تعمل له هوستنج على كلاود ويز تمام، عايز تعمل له هوستنج على هوستنجر تمام برضو، انت بتتحكم فيه زي ما انت عايز. يلا نبدا في التنفيذ. لما هتفتح اللينك اللي موجود في الديسكربشن ده هيفتح معاك صفحه تسجيل الحساب في كلاود ويز. هتكتب بياناتك عادي جدا او تسجل من خلال جوجل. المهم ان انت هتكتب كود نور منصور ده فهيديلك 3 ايام مجانيين، ولو جددت الاشتراك بتاعك هيديلك 25% على اول شهرين ليك. طيب انت هتسجل عادي، هتكتب بياناتك او هتسجل من خلال جوجل. لما تسجل بيانات الحساب بتاعك هيفتح معاك الداشبورد دي. انت محتاج تعرف بس ان في هنا سيرفرين. اوتونوموس ده اقوى ب 14 مره من فليكسبل. فليكسبل ده السيرفر العادي اللي انت لما هتروح كده وتروح لماي سيرفرز وتدوس لانش ناو عشان نبدا بقى ننزل ووردبريس، وبعدين تختار ابلكيشن كده هقول له ووردبريس لان كلاود ويز هيسمح لك تنزل ووردبريس بضغطه واحده من غير ما انت هتقعد تعمل خطوات كتيره. دي ميزه موجوده في اغلب الهوستنج بروفايدرز من ضمنهم هوستنجر برضو. فانا هكتب هنا اسم وبعدين بتختار الستاك اللي انت عايزه. لايتنج ستاك ده ميزه من كلاود ويز نزلوها مؤخرا وبتخلي الويب سايت اسرع. وبعدين هتختار السيرفر بتاعك، انا هختار ديجيتال اوشن عادي. وبعدين هتختار بقى حجم السيرفر بتاعك قد ايه. طبعا انت لو ده ويب سايت بتجرب فيه عادي ممكن تخليه جيجا. ده ويب سايت مثلا عادي مش بتجرب فيه والويب سايت ده هيكون لايف ممكن تخليه 2 جيجا. لو في ترافيك عالي بقى وده ويب سايت هيكون فيه فعلا ناس بيدخلوا عليه وهكذا فهتخليه 4 جيجا. طيب انا هخليه مثلا 2 جيجا او 2، خليه 4 جيجا وهدوس لانش ناو. وبعدين هو بيقول لي بيقترح لي شويه بلجنز ووردبريس هينزلهم، فانا هقول له لا سكيب ما تنزليش اي حاجه. بس كده السيرفر بيتعمل وبيحمل هنا. اول ما يخلص تحميل هرجع لكم تاني. لسه بيحمل بس رجعت عشان افكرك لو انت حاسس ان المحتوى ده مناسب ليك او حاسس ان انت مستفاد لحد الخطوه دي ما تنساش تشترك واعمل لايك عشان غيرك يشوف الفيديو وتساعدني افضل انزل محتوى مجاني من نفس النوعيه دي. طيب هو السيرفر خلص تحميل اهو، قعد تقريبا حوالي 7 دقايق. المهم ان انا هدوس هنا هلاقي ان في ويب سايت نازل على السيرفر. انا هدوس هنا هلاقي في ابلكيشن يو ار ال وادمن بانل. ادمن بانل دي هتفتح لي الداشبورد بتاعه ووردبريس. انا بسجل دخول من هنا من نفس البيانات اللي هو هيديها لي هنا يوزر نيم وباسورد. خلينا نفترض ان انت ما لقيتش اللينك بتاع ادمن بانل ده لاي سبب من الاسباب او انت عايز تفتح الداشبورد بتاعه ووردبريس. يعني لو انت فاتح الويب سايت بتاعك هنا ورحت هنا وكتبت wp admin هيفتح معاك نفس الداشبورد. فانا هاخد البيانات اللي هو اداها لي هنا اليوزر نيم وهكتبه هنا، وبعدين هاخد الباسورد وبعدين هكتبه هنا واقول له لوجن. هيفتح معاك الداشبورد بتاعه ووردبريس. وده هينقلنا للجزء الثاني وهو ازاي تتعامل مع الداشبورد دي من غير ما تحس ان هي حاجه صعبه. طيب الداشبورد بتاعه ووردبريس بتتكون من ايه او انت محتاج تعرف ايه فيها؟ اول لما بتفتح اللينك اللي احنا فتحنا منه دلوقتي هتلاقي ان انت واقف على الصفحه دي. الصفحه دي اكتر صفحه ملهاش لازمه في ووردبريس عامه. انت هتلاقي ويدجتس من البلجنز، هتلاقي النوتيفيكيشنز بتاعه البلجنز هنا، هتلاقي حاجات من الاخر مش مفيده. بس برضو عشان نكون شرحنا كل حاجه انت لو دوست على سكرين اوبشنز هنا هتلاقي في مثلا ان انت تظهر الويلكم مسج بتاعه ووردبريس دي، هتلاقي الايفنتس، هتلاقي الكويك درافتس. وكل ما تنزل بلجن هتلاقي الاوبشنز دي بتزيد لان كل بلجن بيكون عامل لنفسه زي ويدجت هنا. فمثلا الويدجت الوحيده اللي ممكن تكون مفيده هنا هي السايت هيلث والجزء بتاع اوبجكت كاش برو. فهتلاقي ان انت من هنا ممكن تمسح الكاش وهكذا. اوبجكت كاش برو ده بلجن بينزل لما انت بتسجل من خلال كلاود ويز. طيب الحاجه الثانيه ان انت هتلاقي هنا في نفس التابه بتاعه الداشبورد هتلاقي فيه ابديتس دي الابديتس بتاعه البلجنز والثيمز ووردبريس نفسه وكل حاجه. لو في ابديت لوردبريس هتلاقيه هنا، في ابديت للبلجنز هتلاقيها هنا، في ابديت للثيمز هتلاقيها هنا وهكذا. فانت بتخش هنا بتعمل ابديت بكل بساطه. الابديت بيقعد يحمل شويه وخلاص بتلاقي ان الابديت ده نزل زي اي ابديت انت بتنزله للموبايل بتاعك لللابتوب لاي حاجه في العالم. في التابه الثانيه هتلاقي فيه بوستس. لو انت دوست على التابه دي هتلاقي ان في البوستس بتاعتك. البوستس دي عباره عن مقالات. عارف لما انت مثلا خلينا نفتح كده ويب سايت الجزيره مثلا، هتلاقي ان الجزيره عندهم ايه
اي ويب سايت في العالم هتلاقي فيه مقالات، بس ويب سايت الجزيره نفسه هو ويب سايت اخباري، فهو كله عباره عن مقالات. فانت لما بتفتح اي مقاله من هنا ده كده بوست، يعني ده كده حد دخل هنا وضاف بوست، فهو بيكون عباره عن مقاله فيها شويه معلومات بتحسن الاس اي او. بس انت مش محتاج تعرف التفاصيل دي دلوقتي لانها حاجات متعمقه شويه. كل اللي انت محتاج تعرفه ان هنا انت بتقدر تضيف بوست بالشكل ده. لما بتدوس اد بوست هتلاقي ان انت بتكتب التايتل بتاع البوست، بتكتب الديسكريبشن وهكذا. مش الديسكريبشن بقى، بتكتب محتوى المقالة نفسها لان بيكون كلام كتير جدا. طيب نرجع تاني. من نفس الدروب داون بتاعت بوستس دي هتلاقي ان في كاتيجوريز وهتلاقي في تاجز. كاتيجوريز دي انت بتصنف البوستس بتاعتك، بتكتب مثلا كاتيجوري لتعلم ووردبريس او مقالات تعلم ووردبريس، كاتيجوري تانية مقالات تعلم نيتيف او مقالات تعلم البرمجة الخاصة وهكذا. بالنسبة للتابة بتاعت ميديا هتلاقي الملفات اللي انت بترفعها على الويب سايت. الملفات دي بقى تشمل ان انت عايز ترفع صور، عايز ترفع فيديوهات، عايز ترفع ايا كان، هتلاقيها محطوطة في الميديا هنا. بيجز، ودي اهم حاجة بالنسبة لك، ان انت لما بتيجي تضيف بيج بتضيفها من هنا. مثلا انت عايز تضيف الهوم بيج دي، هنعملها كمان شوية، هتلاقي ان انت بتدوس اد بيج وتكتب محتوى البيج من هنا. كومنتس دي الكومنتس اللي بتجيلك على البوست. appearance من هنا بتختار الثيم بتاع الويب سايت، فانت لو دوست هنا هتلاقي فيه 2025 ده متفعل. على العموم عشان تبقى عارف الثيم مش بيفرق في اي حاجه في شكل الويب سايت، يعني انت لو جيت تدوس هنا هتلاقي ان في ثيمز شكلها حلو جدا والكلام ده كله، بس انت في الاول وفي الاخر انت اللي بتعمل الديزاين الحلو. فالاولى في الثيم ان انت تختار حاجه سريعه، حاجه خفيفه على الويب سايت. ايه اسرع ثيم تقريبا انت ممكن تقابله في ووردبريس؟ هو استرا. استرا اكتر حاجه انا بستخدمها واكتر حاجه سريعه وخفيفه على الويب سايت بتاعك. طبعا ممكن تلاقي حاجات تانية بس ده اللي انا بستخدمه. فلو انت عايز تنزله هتدوس على هنا انستول وبعدين هتدوس على اكتيفيت، بس هو كده اتفعل على الويب سايت بتاعك. مفيش حاجه هتفرق طبعا في الفرونت اند لان احنا لسه ما عملناش اي حاجه. ولو لاحظت هتلاقي ان احنا لما ضفنا ثيم زي استرا بقى فيه اوبشن زي كاستمايز ويدجتس وفونتس والكلام ده كله. هنشرح الحاجات دي دلوقتي برضو بعدين، بس خلينا نكمل الداشبورد بتاعت ووردبريس. الجزء اللي بعد كده وهو البلجنز، وده تقريبا افيد جزء في الداشبورد كلها. البلجن هي عباره عن اداه انت بتضيفها فبتعمل لك وظيفه معينه في الويب سايت. احيانا بتكون وظيفه بسيطه زي ان هي تضيف لك ويدجت او تضيف لك انيميشن او ايا كان، واحيانا بتكون وظيفه كبيره زي ان هي تقلب لك الويب سايت ده مثلا لويب سايت وو كوميرس بقى عباره عن ستور. وبرده في حاجات ان هي تقلب لك الويب سايت يكون عباره عن ويب سايت حجوزات فنادق وهكذا. فانت باي ديفولت هتلاقي فيه بلجنز متضافه، زي انا لما فعلت مثلا ووردبريس من خلال كلاود ويز ضاف لي اوبجكت كاش برو وهكذا. فانت لو انت مثلا مش عايز البلجن ده هتقوم جاي دايس ديليت كده وهتمسحه، ده في حاله ان هو مش متفعل. طيب ده مثلا بلجن متفعل، فانا بدوس هنا على دي اكتيفيت وبعدين بدوس ديليت. يعني مثلا البلجن ده انا هعمل له اكتيفيت كده، هو كده اتفعل. انا عايز امسحه بقى هدوس دي اكتيفيت الاول وبعدين هدوس ديليت. طيب انا عايز بقى انزل بلجن، هتدوس على اد بلجن هنا وبعدين هنزل اهم بلجن بالنسبه لنا اللي احنا هنستخدمه في الفيديو ده، هو Elementor. هتبحث عن اسم البلجن وبعدين تدوس Install Now وبعدين Activate. خلاص كده Elementor اتضاف. طيب تيجي للتابة اللي بعد كده هي Users. لو انت عندك Users في الويب سايت هتلاقيهم هنا. لو انت عايز تبعت لحد مثلا Invitation ان هو يخش على الويب سايت بتاعك يعدلها وهكذا، بتدوس هنا Add User وتكتب بيانات الشخص ده، الايميل واسمه وهكذا. التابة اللي بعد كده هي التابة بتاعت اعدادات الويب سايت. يعني مثلا سايت تايتل، هنا انا بكتب اسم الويب سايت مثلا نور منصور. التاج لاين بتكتب فيه التاج لاين بتاعك او الوظيفة بتاعتك او ايا كان، فانا هكتب هنا مثلا اي حاجة، هكتب هنا ويب. سايت ايكون هي الجزء اللي فوق خالص في الويب سايت ده. يعني مثلا شايف الجزيرة حاطين اللوجو بتاعهم ده، حاطينه فوق في الويب سايت من فوق اللي هو جنب التايتل بتاعهم. فاما انت بتيجي هنا وتختار سايت ايكون هتلاقيها اتضافت هنا بدل لوجو ووردبريس، فانت هتدوس كده وبعدين تختار فايل من الجهاز بتاعك. هتلاقي بعد كده الادمن ايميل اللي بيتبعت عليه التحديثات، وهتلاقي اللينك بتاع الويب سايت بتاعك وهكذا. باقي الحاجات مش مهمة قوي او انت مش هتستخدمها، يعني تايم فورمات، ديت فورمات وهكذا. بعد كده هتلاقي في الدروب داون بتاع الاعدادات نفسها حاجة اسمها ريدنج، دي برضو انت هتحتاجها لان لما انت بتعمل ويب سايت هتلاقي دايما مشكلة بتقابلك ان انت عمال تعدل في الكونتنت بتاع الهوم بيج بس الهوم بيج مش ظاهرة فعليا. يعني مفيش صفحة اللي انت كنت عمال تعمل فيها الديزاين مش هتلاقيها ظاهرة هنا، لان هتلاقي هنا بيقولك اختار الهوم بيج المفروض تكون ايه، فهتلاقيها متحددة ان هي تكون اخر بوست عندك. وبالفعل هتلاقي ان هالو وورلد ده اخر بوست عندي، فانا باجي هنا اقول له لا خليها ستاتيك بيج وبعدين بختار الهوم بيج اللي انا عايزها وبعدين بقول له سيف كده. فلو انا رحت هلاقي الهوم بيج اتغيرت تلقائي للبيج اللي انا كنت عاملها، فهتلاقي السامبل بيج دي اتضافت بالفعل. فالتابة دي مهمة عشان كده. ديسكشن
اهم حاجه تعملها في ديسكشن انك تقفل ان هو يبعت لك ايميل لما حد يعمل كومنت على البوستس بتاعتك، واقفل الكومنتس اصلا لانها بتضايق الشباب بتوع الاس اي او. هتلاقي تابة تانية زي بيرمالينكس، هتلاقي ان انت بتختار مثلا انت عايز الفورمات بتاع اللينك بتاعك عامل ازاي، يعني لما حد يخش على صفحة داخلية عندك يكون اسم الصفحة ولا موجود، ولا ارقام عشوائية، ولا تاريخ ومعاه اسم الصفحة، وهكذا. دي حاجات هتحتاجها بعدين مش مهمة دلوقتي. وطبعا كل ما انت بتضيف بلجن بتلاقي البلجن ده ضاف لنفسه زي تابة هنا انت بتستخدم البلجن ده من خلالها. يعني مثلا لما احنا ضفنا اليمنتور بقى في تابة لإليمنتور هنا، هلاقي في اديتور سيتنجز وهكذا. فانت كل ما تضيف بلجن هتلاقي السايد بار ده بيكبر. كده انت عرفت كل حاجه في الداشبورد بتاعت ووردبريس. لو انت عايز توصل لاي حاجه هتعرف توصل لها، لو انت عايز تعمل حاجه معينه هتعرف تعملها، لان انت كده بقيت قادر تتحكم في الداشبورد نفسها. هنبدا ندخل في الحاجات الفرعيه اللي بعد كده، ان انت مثلا تضيف بيج، ان انت تعمل ديزاين البيج دي وهكذا، وده هنعرفه في باقي الفيديو. دلوقتي انت عايز تعمل ويب سايت كامل يعتمد عليه، ويب سايت قابل للتطوير، قابل ان انت لو عملته لكلاينت تقدر تعدل عليه، تقدر تضيف فيه حاجات جديدة. ازاي تعمل ده من غير خبرة برمجية وفي نفس الوقت من غير ما تستخدم ال AI؟ عشان زي ما قلت لك يكون الموضوع قابل للتطوير، مش ويب سايت انت عملته بال AI ومش فاهم هو اتعمل ازاي. هيجي هنا دور البيج بيلدرز. البيج بيلدرز عبارة عن بلجنز موجودة في ووردبريس بتساعدك تبني ويب سايت من غير ما تحتاج خبرة برمجية. اشهر البيج بيلدرز دي اليمنتور، ديفي، بريكس، و دبليو بي بيكري. البلجنز دي كلها بتعتمد على مبدأ واحد اسمه دراج اند دروب. انت بتسحب العنصر اللي انت عايز تضيفه، مثلا عايز تضيف تكست فتقوم جاي ساحب التكست ويتضاف في الويب سايت. طبعا هنشوف ده بشكل تطبيقي كمان شويه، بس نبذه سريعه كده او مقارنه سريعه بين البلجنز دي هتلاقيني حاططها هنا. هتلاقي ان اليمنتور بالنسبه لي هو افضل حاجه لان هو سهل وفيه شروحات كتير. شروحات كتير دي حط تحتيها 100 خط. اي حد هتلاقيه بيشرح اليمنتور، ودي حاجه مهمه جدا لان انت لو عايز تعمل حاجه لازم تلاقي مصادر تتعلم منها. مشكلته الوحيده ان هو اغلب الويب سايتس المعموله باليمنتور بتلاقيها بطيئه لان هو تقيل شويه والناس بتستخدمه غلط. بس لو انت اتعلمت تستخدمه صح هتتجنب نسبه كبيره من ان انت تعمل ويب سايت بطيء. هتلاقي برضو مقارنة بين باقي البيج بيلدرز اللي موجودة. اكيد في برضو بيج بيلدرز غير دول، بس دول اشهر الحاجات او دول اللي هتقابلهم. انا اكتر حاجة كنت بقابلها عن نفسي طبعا اليمنتور في المرتبة الاولى اكتر من 90%، وبعدين دبليو بي بيكري. دبليو بي بيكري ميزته الوحيدة ان انت تتعلمه ان هو قديم وهتلاقيه في ويب سايتس كتيرة. يعني هتلاقي الويب سايتس زمان كانت بتتعمل بيه بدل اليمنتور، فان انت تكون متعلمه هتكون ميزة كبيرة عشان لو جالك كلاينت عنده ويب سايت بالفعل وعايزك تعدل على دبليو بي بيكري. بريكس اكتر ويب سايتس سريعه انا شفتها كانت معموله ببريكس. فهو ميزته ان هو سريع، بس هو الواجهه بتاعته افقر شويه من اليمنتور، او مش افقر بس محتاجه خبره اقوى ان انت تتعامل معاه. تقريبا البيج بيلدرز دي كلها لو انت اتعلمت واحد فيهم هتقدر تشتغل بيهم كلهم. فانا في الفيديو ده هتلاقيني بطبق باليمنتور وانصحك تستخدم اليمنتور، بس لو انت استخدمت اي بيج بيلدر تاني مش هتحس ان الموضوع فيه صعوبه ان انت تتعامل معاه. مجرد ما تتعلم واحد من دول هتلاقي ان الباقي كله سهل. يلا بينا نخش في الشرح العملي. وزي ما اتفقنا عشان تروح للداشبورد بتاعت ووردبريس بتكتب الدومين بتاعك وبعدين تكتب WP admin وتدوس انتر هيوديك للداشبورد بتاعتك. طيب انت طبعا مش هتكون عامل لوجن في البدايه، فلو انت مش فاكر اليوزر نيم والباسورد بترجع للهوستنج. في حاله انك استخدمت كلاود ويز هتلاقي اليوزر نيم والباسورد هنا في الاكسس ديتيلز بتوع الابلكيشن. لو انت مستخدم هوستنجر او اي هوستنج بروفايدر تاني برضو بتلاقي نفس المبدأ. المهم ان انت بعد ما تفتح هتروح على plugins وتدوس add new plugin وهتكتب Elementor. طبعا احنا كنا نزلنا Elementor فخليني افترض ان احنا هنمسح البلجن ونبدأ من اول وجديد. عشان تمسح plugin هتدوس على deactivate هنا وتدوس كده skip وبعدين تدوس delete. ننزله بقى من اول وجديد ممكن تدوس add plugin من فوق هنا او تدوس add plugin هنا. هتكتب Elementor وبعدين تدوس install now بعدين activate، وطبعا هتلاقيه اتفعل هنا وهتلاقي في السايد بار حاجه اتضافت اسمها Elementor. Elementor بالمناسبه في نسخه مدفوعه، يعني لو انت عايز المميزات بتاعه Elementor تقدر تشوفها من هنا طبعا وتشوف ايه اللي هيفرق معاك لو انت خدت النسخه المدفوعه. طبعا هنعدي عليها بشكل سريع بس ده مش موضوعنا دلوقتي. Elementor هتلاقي فيه في السايد بار شويه حاجات هنا. هتلاقي الاعدادات بتاعه Elementor وتولز وتمبلتس والثيم بيلدر. دي تقريبا اهم ميزه في Elementor Pro لان هي اللي بتخليك تعمل الهيدر والفوتر بتوع الويب سايت. عشان ما يكونش الكلام عايم برضو خلينا افهمك كل حاجه انا هتكلم عليها في الويب سايت ده. مثلا ده كده الهيدر، الجزء اللي فوق خالص اللي فيه اللوجو وفيه المنيو، ده كده الهيدر. وبالمناسبه الويب سايت ده كله معمول بإليمنتور من غير تدخل برمجي نهائي، كله اتعمل بإليمنتور ووردبريس. فانت بتلاقي عندك هنا دي حاجه اسمها هيدر وتحت خالص ده الفوتر.
اللي هو بتلاقيه موجود في الويب سايت كله. فعشان تضيف الهيدر والفوتر دول بتحتاج Elementor Pro، بس طبعا ليها بدائل مجانيه وليها بلجنز ثانيه مجانيه. المهم عشان نبدا في التنفيذ وتبدا تعمل الويب سايت بإليمنتور بالكامل، الاول انا عايزك تنظف الويب سايت بتاعك. يعني ايه تنظف الويب سايت؟ يعني انت لما تروح للبوستس كده هتلاقي فيه بوست موجود، البوست ده ما يخصكش في اي حاجه فامسحه، وهكذا. هتلاقي برضو في البلجنز حاجات متضافه انت مش عايزها، فهتيجي هنا ببساطه وتمسح كل الحاجات دي، وبعدين تمسحها من السله تاني، وبعدين هتروح تشوف لو في كاتيجوريز متضافه، غالبا مش هيبقى في حاجه. بعدين هتروح للبيجز تمسح كل البيجز الموجوده لان هي مش هتفيدك في اي حاجه. انا عملت هنا بالك اديت، لو انت ما خدتش بالك بتدوس كده على التشيك بوكس ده فبيحدد لك كل البيجز اللي انت عايز تمسحها. لو في واحده مش عايز تمسحها طبعا او مش عايز تعمل فيها البالك اديت ده بتلغي التشيك بوكس بتاعها من هنا. فانا عايز امسح كله فهدوس هنا وادوس بالك اكشنز وبعدين ديليت ابلاي، فهيمسح كل البيجز على طول. وبعدين هتروح الثيمز اللي انت مش بتستخدمها امسحها برضو عشان ما تكونش عامله لك زحمه على الفاضي. طبعا الحاجات دي مش بتفرق في السبيد بتاعه الويب سايت، غير البلجنز طبعا هي اللي هتفرق لو انت منزل بلجنز كتيره، بس من باب ان الويب سايت يكون كلين اكتر وما فيهوش زحمه كتير. طيب يلا بينا نخش في الشرح وازاي تستخدم Elementor وازاي تبدا تعمل ويب سايت بيه وتفهمه، وبالتالي تفهم اي بيج بيلدر موجود في ووردبريس. هتروح على Elementor Editor وبعدين Settings، هتلاقي في حاجه هنا اسمها اتوميك اديتور. اتوميك اديتور ده اقفله حاليا لان هو نسخه تجريبيه، مش عايز اشرح لك عليه لان هو بيتغير سريعا، لان زي ما قلت لك هو لسه متضاف فهتلاقي فيه تعديلات كتيره. اول حاجه عشان تضيف بيج فانت هتروح للسايد بار ده وتدوس اد بيج، هتدوس اد بيج من هنا. وخلينا نقول ان احنا طبعا اول بيج هنعملها في الويب سايت هتكون الهوم، فانا هكتب هنا هوم. هتلاقي في الناحيه الثانيه او في السايد بار اللي عندك ده هتلاقي ان في هنا السلاج بتاع البيج، ده اللي هو بيكون اللينك المقروء هنا. يعني مثلا هنا بوك اديمو دي لو انا عدلتها او لو انا كتبت حاجه هنا بتكون موجوده بعد اسم الدومين على طول، ده كده السلاج بتاع البيج. باقي الحاجات طبعا مش مهمه، دي بس ممكن تخليها Elementor full width، وبعدين هتدوس على publish تاني، وبعدين هتقول له edit with Elementor. كده البيج بيلدر بتاع Elementor فتح. هتلاقي البيج من بره اتضاف حاجه جديده اسمها edit with Elementor. في العادي كان في فيو وانك تمسحها وكويك edit وedit والكلام ده كله. هتدوس على edit with Elementor هيفتح معاك البيج بيلدر بتاع Elementor. اقفل بقى دي واقفل دي عشان ما يدوشكش، وبعدين خلينا نشرح كل حاجه واحده واحده. اول حاجه هنا انت بتضيف سيكشن من هنا، لو انت دوست كده هيقول لك ايه اللي اوت بتاع السيكشن، فطبعا هتقول له فليكس بوكس كده، وهتلاقي في عندك الاشكال دي هي اغلب الاشكال اللي انت بتشوفها في اي ويب سايت. يعني مثلا لو رحت هنا انت طبعا بقى بتبدا تحلل الويب سايتس، فانت هتلاقي ان اللي اوت ده مثلا عباره عن مربعين اهو، مربع هنا ومربع تاني هنا. المربع ده فيه تكست وفيه ديسكريبشن وفيه زي ايكون ليست كده او نقط فيها كلام، وهتلاقي المربع التاني فيه الفورم فقط بس. فانت كده حللت السكشن ده. لو انت عايز تضيف نفس السكشن ده فهتدوس على الجزء ده وتضيف، هو كده اتضاف. خلينا مثلا نضيف عنصر تاني. انا عايز اضيف مثلا تكست هنا، هقول له هيدنج وهسحبه كده، انا حرفيا مسكته كده وبسحبه، عشان كده قلت لك اسمه دراج اند دروب. فانا هدراج الهيدنج واضيفه هنا، هو كده ضافه. فهتبدا تكتب التكست اللي انت عايزه، مثلا Elementor Pro باي نور منصور، وبعدين HTML تاج. اول تاج في الويب سايت بتاعك انت بتخليه H1 بس. دي كل الاعدادات بالنسبه للتايتل. هتروح بقى للتابه الثانيه هتلاقي فيه ستايل، يعني هنا كان فيه كونتنت انت بتعدل الكونتنت بتاع الويدجت، وهنا فيه ستايل بتعدل بقى الكونتنت ده يكون على الشمال ولا على اليمين، بتعدل حجم الخط ده من هنا، بتعدل الوزن بتاع الخط تخليه بولد ولا تخليه لايت مثلا، وهكذا. فانت مثلا هتخلي التايتل ده 70 او 60، وهتخلي ارتفاع الخط اللي هو المسافة بين الخط ده والسطر ده، او كل ما تضيف سطور دي المسافة بينها، هتخليها EM وتخليها 1.3 ده الشائع، او 1.4 لو الفونت نفسه بيلزق في بعضه. فانا هخليها 1.3. وهتلاقي عندك هنا التكست كلر دي انا هسيبها كده دلوقتي عشان اقول لك ازاي تعدلها في الويب سايت كله مره واحده. يعني ايه تعدلها في الويب سايت كله مره واحده؟ عشان لو انت فضلت تضيف كده هيدنج وتضيف هيدنج تاني وتضيف تكست اديتور وتضيف ايا كان بقى، هتلاقي الحاجات ليها الوان وليها ستايل انت ممكن تكون مش عايزه. فانا هقول لك بقى ازاي تعدل الحاجات دي كلها مره واحده. يعني بدل ما تخش على تايتل انت عايز مثلا اللون ده بدل اللون اللبني تخليه اسود، انا هقول لك ازاي تعدل اللون اللبني ده كله مره واحده. عشان تعمل كده هتدوس على اللوجو بتاع Elementor الموجود هنا وتدوس على سايت سيتنجز اللي هي اول اختيار في المنيو. هتلاقي حاجه هنا اسمها جلوبال كولرز، لو انت دوست عليها هتلاقي اللون اللبني اللي هو بيتضاف كل ما انت تضيف حاجه.
خلينا نقول ان اللون اللبني ده انا عايزه اسود مش عايزه لبني. وخلينا نقول ان اللون الرصاصي التاني اللي هو ده تقريبا اللي بتضاف لما انت تضيف ديسكريبشن او اللي هو الكلام الكتير اللي هو زي ده مثلا. فانا هخليه رصاصي برضه بس مش فاتح قوي كده. واللون ده اللون المميز بتاعك. خلينا نقول ان انا هخليه اللون ده. اضيف مثلا اللون الاخضر بتاعي كده. كده انا عدلت الالوان اللي هو بيضيفها بشكل تلقائي. طيب انا عندي الوان تانية بقى جديدة انا عايز اضيفها، فبتدوس اد كولر من هنا او ليها طريقة تانية من جوه الاديتور هقول لك عليها برضو. انا هنا مثلا عايز اضيف اللون الاصفر بتاعي، فانا جبت كود اللون وهعمل له بيست هنا. كده انا ضفت اللون الاصفر بتاعي. ممكن اعدل اللون بتاعه هنا او اعدل الاسم بتاعه هنا قصدي، اخليه حرف الواي. طيب هدوس هنا على سيف عشان يحفظ الحاجات اللي انا عملتها، وهرجع خطوة هلاقي الحاجة التانية جلوبال فونتس. دي الفونتس اللي بتضاف اول لما انت تضيف اي تكست. انا هستخدم مثلا بوبنز عشان تعرف انا عملت ايه برضو. انا دوست على علامة السهم وبعدين دوست على فاميلي هنا وهكتب هنا بوبنز. انا بحب الفونت ده فهستخدمه هنا مثلا. ده برضو بوبنز، وانت بتضيف الفونت اللي انت عايزه، بس انا هخلي كله بوبنز برضو. وهقول له هنا بوبنز برضو وبعدين هقول له سيف. هرجع خطوة وبعدين هتلاقي برضو باقي الحاجات. هتلاقي مثلا الباتونز، هتلاقي التايبوجرافي هتلاقي هنا نفس الحاجة بس بتتحكم في كل تاج لوحده. التاجات عندنا او الهيدنجز عندنا بتتكون من H1 لحد H6. فال H1 مثلا انا عايز يكون دايما لونه اسود وعايزه يكون بولد دايما، فهعمله من هنا الوزن بتاعه اقول له خليه بولد بس وادوس سيف. بس انا مش هعدل فيه هنا، انا عايز كله يفضل عادي الديفولت بتاع اليمنتور وهقول له سيف هنا. هتلاقي برضو باقي الحاجات عندك السايت ايدنتيتي، الاسم الويب سايت والكلام ده كله بتقدر تعدله من بره. وبتلاقي اللاي اوت او لما تضيف سيكشن انت عايز عرضه يكون كام، دي حاجه مهمه برضو. انا هخلي العرض اول لما اضيف سيكشن 1200 واخلي فيه بادنج 30 على الشمال و30 على اليمين. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لما تروح الويب سايت ده شايف الجزء اللي هنا اللي بين كل الفوضى الحجوزات والجزء ده كده البادنج اللي على اليمين. نفس الكلام ده البادنج اللي على الشمال، وفوق ده البادنج اللي في التوب، وتحت ده البادنج اللي هو في تحت السكشن. طبعا البادنج هو عبارة عن فراغات عشان تضيف مساحة للسكشن ان هو يتنفس كده. هتلاقي عندك حاجة مناظرة ليه برضو اسمها مارجنز، هي مش موجودة هنا بس هوريها لك من جوه الاديتور. المهم ان انا هدوس سيف هنا، او خلينا برضو نقول له توب خليها 50 وبعدين هدوس على العلامة دي، هدوس على علامة الموبايل هنا عشان اعمل نسخة للموبايل. هقول له الموبايل انا عايزه يكون البادنج على اليمين وعلى الشمال 20 وفوق 40 وتحت 40 واقول له سيف. طيب خلينا نرجع للإديتور تاني. هدوس على علامة الاكس دي كده طلعني للإديتور تاني، فارجع للديسكتوب وبعدين هرجع للالوان تاني واخلي دي اللون بتاعي مثلا اللي هو ده واخليها بولد. واخد بالك ان انت اي تكست تضاف خلاص بقى عبارة عن بوبنز. يعني خلينا كده نقفل ده كده بوبنز اهو، لان ده الديفولت سيمي بولد وبرده لونه اسود ما بقاش لونه لبني. انا ما غيرتش لونه من هنا. طيب ليه ده ما تعدلش الالوان بتاعته ما تعدلش الفونت بتاعه؟ لان احنا جينا هنا ولعبنا فيه. يعني ده ما كانش معمول على ديفولت. لو انت عايز ترجعه تاني هتكتب ديفولت هنا كده رجع للطبيعي بتاعه. اخليه 55 مثلا. كده انت ضفت التايتل وضفت الديسكريبشن بتوعك. دلوقتي انت هتلاقيني بشرح لك الصورة الكبيرة بتاعت Elementor. يعني هتلاقيني بصمم سيكشن كامل قدامك. اللي هتشوفه ده هو بالظبط اللي انا بعمله لما اجي اصمم لعميل. هتشوفني ازاي ببدا، ازاي بوظف العناصر في مكانها، وازاي بفكر وانا بعمل التصميم. هتلاقيني بشرح كل ويدجت بشكل سريع من غير ما اشرح الاعدادات بتاعتها بالتفصيل، لان التفصيل هيكون في الشابتر اللي بعد ده على طول. دلوقتي عايزك بس تركز على الصوره الكبيره. خلينا نعمل تغذيه بصريه لاي سيكشن. مثلا نفتح ويب سايت هاب سبوت. انت وانت بتعمل الديزاين طبعا بتسيرش الناس بيعملوا حاجات عامله ازاي. هما عاملين الهيرو سيكشن بستايل مختلف، فانا هرجع تاني وانا عايز اعمل الهيرو سيكشن التقليدي جدا اللي انا عامله في الويب سايت بتاعي. بالمناسبه هتلاقي ان انا ضايف تايتل هنا اللي هو الاتش 1 بتاعنا، وهتلاقي ان انا ضايف ديسكريبشن وصوره والزراير بتاعتي هنا. فانا هعمل نفس الحاجه. انا هضيف صوره هنا. عشان تضيف صوره هتعمل لها ابلود من هنا. انا هقول له هاخد لينك الصوره دي. طبعا في طريقتين ان انت تاخد لينك الصوره كده. افتح الصوره في تاب جديده واقول له insert from URL واقول له insert. كده جاب الصورة بتاعتي بالظبط اللي انا ضايفها هنا. طيب انا عايز اضيف الصورة دي نفسها، فخلينا نقول ان انا هسيفها على الجهاز بتاعي. دي كده بقت صورة على الجهاز بتاعي، وهاجي هنا على insert media وهرفع له الصورة دي. كده الصورة اترفعت. طبعا يفضل اي صورة ترفعها تكون بالصيغة بتاعت ويب بي
وتكون صورة لا تتخطى ال 200 كيلو بايت. هتلاقيني كنت ضايفها بالفعل بالمواصفات دي في الويب سايت بتاعي عشان يكون سريع. طبعا دي حاجات انت مش محتاج تعرفها دلوقتي، بس انا بقولها لك بشكل سريع عشان تعدي عليك كده ولما تيجي تتعلمها تكون في دماغك يعني. فاقول له هنا سيلكت، وكده الصورة اتضافت. طيب هتلاقي الكونتينر ده معمول له بادنج، انا مش عايز البادنج ده، فهرجع هنا للسايت سيتنجز لاي اوت وهلغي البادنج اللي انا عامله ده عشان ما يزهقنيش. انا مش عايز اضيف بادنج هنا وهبقى اضيفه انا بنفسي من جوه. فانا كده مسحته، همسحه برضو من الموبايل، زيرو كله زيرو، وسيف وارجع تاني للاديتور. طيب هو كده ما بقاش فيه بادنج خالص. لو انت دوست هنا على علامة الاستراكشر دي هتلاقي السكشن وهتفهم البنية بتاعت السكشن اكتر. هتلاقي فيه هنا كونتينر، وهتلاقي تحتيه كونتينر برضو اللي هو على الشمال، وكونتينر تاني اللي هو على اليمين. هتلاقي فيه علامة بني كده بتظهر، انت بتدوس عليها فبتمسك الكونتينر ده. هتلاقي برضو فيه هنا علامة بني بتمسكها فبتمسك الكونتينر ده. وجوه العناصر نفسها زي التكست مثلا هتلاقي فيه القلم اللي لونه بينك ده، بتدوس عليه فبتلاقي الاديتور بتاع الويدجت دي نفسها او العنصر ده نفسه. نفس الكلام هنا ونفس الكلام في الصورة برضو. المهم ان انا هاجي على السكشن الاساسي ده اللي هو فوق خالص، اللي انت بتقدر تمسكه من الثلاث نقط دول برضو، وهقول له ان انا عايز يكون فيه بادنج 20 20 وفوق 50 وتحت 50. فكده السكشن لاحظت انه بدأ يتنفس اكتر، يعني غير انه يكون لازق كل حاجة في بعضها. وهاجي هنا وهقول له الجابس هخليها 20. يعني ايه الجابس؟ الجابس دي المسافة بين الكونتينر ده والكونتينر ده، ده كده العنصر الام. فالجابس بين العناصر اللي تحتيه اللي هو ده، خلينا نسمي ده 1 وخلينا نسمي ده 2. 1 ده اللي هو هنا و2 ده اللي هو هنا. طيب انا هرجع كده تاني، لو انا شلت الجابس دي خالص بص ايه اللي هيحصل هنا. هتلاقي السكشن لزق في السكشن التاني. ال20 اللي على الشمال دي بتفرق في العناصر اللي بالعرض، واللي في الناحية التانية اللي هي الرو دي لو انا ضفت هنا 20 هتلاقي برضو الموضوع بيتغير في الموبايل. طبعا زي ما قلنا انت بتبدل بين الموبايل والتابلت والكمبيوتر من فوق هنا، وبتعدل كل عنصر حسب الشاشة بتاعته. يعني مثلا التكست ده ضخم اوي على الموبايل، فانا هخليه 40 مثلا، وهقلل دي 1.2 مثلا، هو لسه كبير فخلينا نقول ان انا هخليه 35 او 30، وهرجع تاني كده. طيب هنا فاضل ايه؟ فاضل ان انا اضيف الزراير مثلا بتاعتي، او خلينا نكبر الديسكريبشن ده شوية واضيف بقى زراير الناس يتواصلوا معايا بيها. لو انا ضفت زرار كده هتلاقي فيه ستايل معمول لي باي ديفولت. انا هضيف اول زرار اللي هو جيت ان تاتش، خلينا ناخد اللينك بتاعه الاول وهبيست الكود ده هنا او اللينك هنا كده. ده اللينك وده التكست اللي بيظهر من بره. لو انت عايز تضيف ايكون فهتقدر تضيف الايكون من هنا. خلينا نكتب مثلا سهم، بس طبعا الايكونز اللي هنا فقيره جدا فانا مش بضيف ايكونز من هنا. يعني لو انت بصيت للايكونز اللي عندي هتلاقي شكلها روش عن كده. فانت بتروح لجوجل ايكونز وبعدين تفتح الويب سايت بتاع جوجل ايكونز بالشكل ده وتبحث عن اللي انت عايزه، هتلاقي الموضوع احسن بكتير طبعا. فانا هاخد مثلا السهم ده شكله افضل، خلي لونه اسود او لا خلي لونه ابيض، وسيفه كاس اف جي. طيب هنرجع تاني ونرفع هنا، بدل ما تدوس على الايكون لايبراري هتدوس على ابلود اس اف جي، وبعدين ترفع السهم اللي انت لسه منزله، هتدوس على انسيرت ميديا، وبعدين هتخلي الايكون بوزيشن تخليها اند، لان السهم بيكون في نهاية الكلام مش في بداية الكلام. اللي بيكون في بداية الكلام حاجة زي مثلا لوجو الواتساب وهكذا. طيب ايكون سبيسنج دي المسافة بين السهم وبين التكست بتاعك، فانا هخليها 15 مثلا، وزي ما قلت هخليه كده اند اللي هو في الاخر يعني. والتايبوجرافي بتاعه بقى خلينا نقول ان انا هخليه بوبنز، وهخلي السايز بتاعه زي ما هو. نيجي هنا للشكل اللي بيخلي الزرار شكله حلو زي ده، ان انت تخلي فيه بوردر راديوس. بوردر راديوس الحواف بتاعه الزرار نفسه دي، لو انت خليتها 25 كده فهتلاقي الزرار بدأ يبقى شكله مودرن اكتر. هتيجي برضو عشان تحليه اكتر واكتر هتيجي على التابة بتاعه هافر، انا كنت على التابة بتاعه نورمال، هدوس على هافر وهقول له لما تعمل هافر دي يعني لما تقف بالماوس على العنصر، لما تقف بالماوس على الصورة، لما تقف بالماوس على الزرار. فانا هنا بقول له لما تقف بالماوس على الزرار ده. هقول له خلي الباك جراوند شفافة، خلينا الاول نجيب اللون الاخضر بتاعنا، واقلل الشفافية بتاعته، بقلل الشفافية من هنا. طيب كده لما انا هعمل هافر الشفافية بتاعته هتقل، فانا مش عايز اقللها قوي كده. وهرجع الاول هنا تاني هخلي في حاجة اسمها بوردر اللي هو الخط اللي في الحواف، هخليه سوليد واخليه 1 واختار له اللون الاخضر ده.
هروح للهافر تاني كده. لما انا بعمل هافر الزرار لونه بيتغير، انا شايف ان انا اخليه اسود افضل بدل ما اخلي الشفافيه بتقل. فكده لما انا بعمل هافر الزرار اللون بتاعه بيتغير. طبعا لو انت عايز تغير لون التكست كمان هتقدر تعمل كده. يعني مثلا لو انت عايز لما تعمل هافر اللون يكون لون اصفر، هتلاقيه ان انت ممكن تعمل كده عادي جدا. في برضو انيميشنز جاهزه اللي هو هافر انيميشن هنا، ممكن تخليه شرينك اللي هو ما تدوس يصغر كده، او جرو مثلا، او اي حاجه بقى من هنا. يعني كل الحاجات دي هتلاقيها بتعمل لك انيميشن معين، فانت بتختار اللي انت عايزه. بس كل ما خليتها سامبل كل ما كان افضل. فانا هرجعه تاني من غير الانيميشنز دي ومن غير اللون بتاع التكست. طيب انا دلوقتي عايز اضيف كمان زرار تاني جنب الزرار ده زي ما انا عامل هنا. لو انت جيت تضيف زرار، لو انت جيت مثلا تسحب هنا، بص كده هتلاقي زرار اتضاف تحتيه. طيب ازاي تجيبه هنا؟ مش تعرف تجيبه هنا. هتعمل ايه بقى؟ هتدوس هنا على علامة البلس وتدوس كونتينر، او تسحب الكونتينر هنا تحت الكلام. طيب كده انا ضفت كونتينر. اتجاه الكونتينر ده بقى هتلاقيه برضو بيعمل نفس الحاجة. يعني خلينا نمسح دي الاول. طيب انا عايز اضيف بقى كمان زرار هنا. لو انا جيت اضيف الزرار هنا هتلاقيه بيحصل فيه نفس الحاجة. فهتدوس على الكونتينر نفسه هنا اللي فيه الزراير كلها وتقول له الدايركشن بتاعه يكون هوريزونتال كده. فهتدوس على السهم ده كده، السهم غير لك الاتجاه. هو كان تحت كده فبيخلي الحاجات تتضاف تحت بعضها. طيب ليه يا نور ما عملناش كده في العنصر ده نفسه؟ لان انت لو جيت عملت كده هتلاقي التكست وكل حاجه دخلت في بعضها. فلازم كل حاجتين ليهم اتجاه معين يكونوا مفصولين مع بعض. فزي ما اتفقنا هنيجي هنا ونخلي الدايركشن ده كده. ولو انا عايز اقلل مثلا الجابس هنا هقللها من غير ما تاثر على باقي الحاجات. دلوقتي اما انا جيت اضيف زرار، انا ضفت زرار من اول وجديد، بس مش ده الصح. الاول الصح ان انت تسيف الستايل بتاعك ده، فتدوس كليك يمين وتدوس على سيف از ديفولت. طيب لما انا اجي اضيف الزرار تاني بقى، بص شكله هيكون عامل ازاي. خد نفس الشكل ونفس الكونتنت بتوع الزرار ده، بس انا مش محتاج اعمل كده الحقيقه. يعني انا همسح الاتنين دول، وبما اني في نفس الصفحه فهدوس بس على كليك يمين، هاجي على علامه القلم دي وادوس كليك يمين واقول له دبليكيت، هيضيف لي نفس الزرار بالظبط. هنغير الستايل بتاعه بقى عشان ما يكونوش الاتنين شبه بعض. اشهر ستايل هنا ان انت تشيل الباك جراوند خالص، تخليها شفافه كده، وتخلي اللون نفس لون الباك جراوند التانية. وتيجي هنا، خلينا نمسح برضو الزرار ده الايكون قصدي، وتيجي هنا تقول له اما اعمل هافر خلي اللون بقى يعني يعكس الالوان، فهتخلي التكست لونه ابيض عادي وتخلي الباك جراوند اللون الاخضر. فكده لما اعمل هافر هيبقى شبه اللي جنبه. ده اشهر شكل، ده اللي انا عامله عندي برضه. تيجي تعمل هافر بتلاقي الشكل عمل كده. طيب هتعدل برضو التكست بتاعه من هنا، فخلينا نقول ان ده هيكون البورتفوليو، وهتبدل اللينك برضو طبعا للينك البورتفوليو بتاعك. وبس كده كده انت عملت اول سيكشن عندك. خلينا نضيف برضو بوردر راديوس للصورة. يعني خلينا مثلا نخلي دي 20 كده، انت ضفت بوردر راديوس للصورة. اقفل دي هتقدر تشوف الويب سايت كامل. مهم جدا اول ما تضيف اي سيكشن ان انت تفتح نسخة الموبايل كده وتشوف كل حاجة تمام ولا لا. غالبا هتكون كل حاجة تمام لان انت بالفعل بتكون بتعدل العناصر بشكل منظم. يعني لو انت اشتغلت بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها فدي طريقة كلين بتخلي الويب سايت دايما يكون حلو على الموبايل وعلى كل الاجهزة. بس خلينا نفترض ان على الموبايل انت عايز الصورة تكون في البداية. فهتيجي هنا، انا دوست هنا على السكشن الام اللي هو لو فتحنا الاستراكشر هتلاقيني ماسك السكشن الام هنا. فهتدوس هنا وتعكس بقى اتجاه السكشن ده. هو معمول فيرتيكال لتحت، انت هتخليه فيرتيكال لفوق. كده الصورة بقت فوق. طيب الصورة دي ارتفاعها كبير قوي يا نور، انا عايز اقلل ارتفاع الصورة. فهتيجي هنا لاعدادات الصورة، هتدوس على القلم وتروح للتابة بتاعت ستايل وتعدل الارتفاع بتاعها. طيب انا عايز اعدل الارتفاع من غير ما الصورة تتضغط ويبقى شكلي غريب كده. هتروح لاوبجكت فيت وتخليها كفر. باقي الحاجات طبعا مثلا هنا كونتين، دي بتخلي الصوره ما تطلعش بره الحواف وفي نفس الوقت ما تتضغطش. بس دي طبعا شكلها مش بروفيشنال، يعني ما ينفعش تضيف الصوره كده. فاحسن حاجه ان هي تكون كفر، وانت تخلي مثلا الاوبجكت بوزيشن يكون توب سنتر كده، وشي يبقى باين. بس احنا محتاجين برضو يعني نخليها باينه اكتر. خلينا اقول ان انا اخلي دي 200. بعد ما شفت الصوره الكبيره هتلاقيني بشرح لك كل ويدجت بالتفصيل دلوقتي. كل ويدجت ازاي توصل لاقصى استفاده منها، ازاي تفهم كل قسم موجود في الويدجت دي بحيث توظفها بالطريقه اللي انت عايزها. اول حاجه نبدا بالويدجت بتاعت كونتينر اللي هي بتلاقيها هنا اول حاجه في لاي اوت. دي اعداداتها زي ما قلت لك عندك 3 تابات، لاي اوت وستايل وادفانسد. لاي اوت بتتحكم في عرض السكشن ده. يعني مثلا انت عايز السكشن ده ما يتخطاش ال 800 بكسل فهتلاقيه معمول كده. طيب انت عايز السكشن ده ياخد عرض اي شاشه هو بيتحط عليها، فهتيجي هنا وتخلي دي نسبه وتخليها 100%. فكده ايا كان الشاشه كبرت او صغرت هتلاقيه بيكبر ويصغر معاها. طيب لو انت خليتها بالبكسل كده
وخليتها 800. فكده مهما الشاشة كبرت او صغرت هو هيفضل 800، مش هيتأثر بأي حاجة. طيب فالغالب اللي انا بعمله او اللي انا بحب اعمله ان السكشن يكون 1200، لان ده اصغر حجم لشاشة البي سي تقريبا، او اغلب الشاشات ما بتصغرش عن 1200. وفي نفس الوقت تكون ثابتة، بحيث لو حد شاشته صغرت كبرت يكون الشكل مستقر دايما. يعني مثلا الويب سايت بتاعي الشاشة صغرت كبرت، هتلاقي اللاي اوت كل واحد، اللاي اوت كله مظبوط مع بعضه، فالموضوع بيكون احسن. غير في عناصر زي دي مثلا انا عايز الشكل يكون اكنه طالع من الشاشة، فخليته 100%. نرجع تاني، هتلاقي في اللاي اوت عندك ايه تاني؟ الارتفاع بتاع السكشن. ارتفاع السكشن ده انت مثلا لو خليته كده، هو باي ديفولت او الطبيعي بتاعه ان هو بياخد حجم العناصر، وده اللي انا بحبه. انا ما بحبش اعدل حجم السكشن. بس لو انت مثلا عايزه يكون 1000، او لا خلينا نفترض افتراض واقعي، انت عايزه يكون بياخد ارتفاع الشاشة كلها. يعني مثلا انا عايز الهيرو سكشن ما يبانش تحتيه اي حاجة تانية، فهتيجي هنا تختار في اتش. انا بدوس هنا على الايكون الصغيره خالص دي عشان اعدل القيمه، فانا دوست هنا وخليتها بدل بيكسل خليتها في اتش. خليها في اتش، خليها 100. شايف كده؟ كده هو خد حجم الشاشه بتاعتي. طيب الشاشه صغرت او كبرت برضو لسه واخد حجم الشاشه. بس زي ما قلت لك انا بحب اخليها بيكسل عادي وما اكتبش اي قيمه هنا، فما انا ما كتبتش اي قيمه فهو هياخد حجم السكشن الطبيعي. هتلاقي عندك باقي الحاجات بقى. الدايركشن ده اللي احنا شرحناه، اللي هو انت بتعدل اتجاه الحاجه، الطبيعي بتاعها ان هي تكون كده. والجزء اللي بعد كده اللي هو justify content، ده بيعدل لك السكشن بتاعك المفروض يكون عامل ازاي. يعني على سبيل المثال انت عايز كل العناصر في النص، ولا عايزها تبدأ من الشمال، ولا عايز يكون في مساحة بينهم. عشان ابين لك الفرق بين الحاجات دي، خلينا مثلا نضيف كده او نصغر السكشن ده كده. انا اصغر الشاشة بتاعتي وهخلي العرض بتاعه 90. لو انت مهتم تعرف انا بصغر الشاشه ازاي، فانا بدوس كنترول ماينس او كنترول بلس، فدي بتكبر الشاشه او تصغرها. دي بتفيدني ان انا حجم الشاشه عندي صغير جدا. انا معايا ماك بوك حجمه 13 بوصه تقريبا، فلو انا سيبته بالحجم الطبيعي بتاعه بيعامله معامله التابلت. فانا دايما بتلاقيني عمال ادوس كده واعدل الحجم بتاع الشاشه. طيب عشان ابين لك بس جاستيفاي كونتنت دي بتعمل ايه، انت هنا هتلاقي ده 50 وده 50، فمهما احنا عملنا هنا مش هتلاقي في حاجه بتحصل، لان هو بالفعل واخد حجم السكشن كله. عشان الموضوع يبان خلينا نقول ان انا هخلي دي، او هخلي الصورة عشان الموضوع يكون واقعي اكتر، هخلي الصورة 30 مثلا. بص العناصر بدأت تتلخبط ازاي، لان انا هنا عامل justify content center. انا بقول له مهما حصل، مهما كان عرض الحاجات في السكشن، خليهم كلهم في النص. لو دوست هنا هيخليهم كلهم في البداية، دوست هنا هيخليهم كلهم على اليمين. طيب space between دي هيقوم جاي فاصل لك بين العنصرين كده. نفس الكلام في دول، بس بيخلي فيه مساحة هنا برضو وهنا. غالبا الاستخدام لو انت عايز تخلي فيه مساحة بينهم بتخليها كده space between، زي ما انا عامل في السكشن ده مثلا. عامل هنا التايتل بتاع الريفيوز، وانا عايز الريفيوز تكون في الاخر خالص فخليته space between، فشال كل المساحة اللي هنا ولزق ده في عرض السكشن من اليمين ولزق ده في عرض السكشن من الشمال. بس ده الموضوع بكل بساطة. هتلاقي برضو align items دي center او start. center او start بتفرق فيه. بص الصورة هنا كده هي ستورد، لو انا خليتها سنتر فبتجيب السنتر بتاع السكشن. الاين ايتمز بتفرق عن ايه؟ عن اللي فوقيها، عن جاستيفاي كونتنت. جاستيفاي كونتنت بتفرق على الكونتينرز من جوه، اللي هو مثلا يمين شمال. انما الاين ايتمز بتفرق ان الحاجه تكون في السنتر ولا فوق زي كده ولا تحت ولا ستريتش. هتفرق معاك وانت بتعمل ديزاين، انت هتلاحظها. يعني لما تيجي تعمل ديزاين وتقعد تقلب في الحاجات دي وتجرب بنفسك هتعرف الفرق بينهم، يعني مش حاجه عميقه. يعني نروح للتابه اللي بعد كده وهي الستايل. انت هتلاقي عندك في الستايل اهم حاجه الباك جراوند تايب. انت عايزها صوره، عايزها لون قصدي، ولا عايزها جريدينت اللي هو لون برضو بس لونين داخلين في بعض، ولا عايزها فيديو وانت بتحط لينك الفيديو هنا، ولا عايزها سلايد شو. سلايد شو ده اللي انت بتحط فيه اكتر من صوره. طيب لو انت عايز صوره واحده هتلاقيها برضو في كلاسيك وبتضيف صوره او بتضيف لون. خلينا نقول مثلا ان انا اخلي اللون الرصاصي ده كده، اللون بيتغير. هافر طبعا مفيش حد بيعمل هافر على السكشن كله لان دي حاجه غشيمه جدا يعني. بس لو انا خليت كده، بص اللون بيتغير بمجرد ما اعمل هافر، فانا هلغيها طبعا. ولو انا عايز اضيف صوره في الباك جراوند فبدوس على علامه البلس كده واضيف اي صوره انا عايزها. طبعا ممكن يكون في صوره مناسبه اكتر من كده للباك جراوند، بس خلينا نفترض ان انت هتحط دي. هتلاقي عندك برضو شويه اعدادات تانية. بوزيشن اللي هو الصوره المفروض تكون عامله ازاي، غالبا هتخليها سنتر. واتاشمنت اللي هو اتاشمنت دي لو انت عايز تخلي الصوره تحس ان هي بتتحرك مع الشخص اللي بيسكرول. يعني لو خليتها فيكسد كده وانا جيت اسكرول، بص الصوره ما بقتش ثابته. يعني على عكس ما هي ما تكون ديفولت كده،
هتلاقي الصوره ثابته. لما انا بخليها فيكسد هتلاقيها بتقلب مع الشخص، او الشخص يحس ان هو عدى على نافذه كده. دي هتلاحظها اكتر لو انا وريتها لك في ويب سايت زي ويب سايت نجوم الامارات. ده ويب سايت انا عملته بورد بريس اليمنتور برضو من غير اي تدخل برمجي. بص كده مثلا، انا مش فاكر السكشن لسه موجود ولا ايه. طيب انا مسحت السكشن، بس انت كنت بتيجي كده في جزء بتلاقي فيه صورة في السكشن حواليك الوان سودا كتيرة، وتلاقي ان انت طلعت او نزلت بين صورة كده، تحس ان انت عديت على الصورة يعني. طيب نرجع لموضوعنا تاني. فانت دي هخليها ديفولت عادي، وريبيت انت عايزه يعيد الصورة. يعني بص، اما هو ملقاش فيه مساحة او ملقاش ان الصورة مكفية فضل يعيد الصورة. لو انت مش عايزه يعمل كده هتقول له نو ريبيت، فكده الصورة هتتبدل باللون اللي وراها اللي هو هنا. طيب انا ولا عايزه ريبيت ولا عايزه يبدلها باللون اللي وراها، هتقوم جاي هنا على السايز بتاعها تخليه كفر، فكده هو هيكبر الصورة. بس طبعا لو صورة صغيرة جودتها هتكون وحشة جدا. طيب المهم هتيجي الباك جراوند اوفرلاي، لازم تعمل زي لون اسود كده بحيث الباك جراوند ما تكونش ضاربة جامد في السكشن. تخليها اسود في حالة ان الكلام طبعا ابيض، بس هو هنا الكلام اسود يعتبر، فهتخليها ابيض. بس انا هشيل الصورة خالص. فده كان الموضوع بكل بساطة. هتلاقي برضو في بوردر هنا، خلينا نرجع بس الباك جراوند الاول، لون ابيض، وبتمسح الصورة من هنا. انا جيت دوست هنا فمسح الصورة والالوان، بس انت المفروض تدوس هنا فيمسح لك الصورة بس. وبعدين هتخلي دي ابيض وتمسح الباك جراوند اوفرلاي بس كده. طيب بوردر هتلاقي برضو نفس الكلام. لو انت خليت بوردر راديوس 30 فهتلاقي السكشن بقى 30، بس دي انت مش هتلاحظها طبعا في السكشن الام، دي هتلاحظها في حاجات زي الصور، هتلاحظها في حاجات زي الزراير الاخ. خلينا نرجع للسكشن التاني الام عشان اشرح لك برضو الفرق بين المارجن والبادنج. خلينا الاول نضيف سكشن تحت ده. هاجي هنا ادوس دوبليكيت، كده بقوا 2 سكشنز تحت بعض. خلينا لونه اسود كده. لو انت جيت هنا ورحت لبادنج خليته مثلا 100، هتلاقي ان السكشن ده نفسه، السكشن اللي انت عدلت فيه هو اللي بيكبر، يعني بقى هو اللي فيه مساحة اكتر. طيب لو انت خليتها 50 زي ما هي ورحت المارجن وخليت مارجن فيها 50، هتلاقي بص حدود السكشن هنا اهي، وزق مارجن 50 بينه وبين السكشن التاني. مثلا خليتها 500، السكشن ده ما بيتأثرش، حجمه ما بيتأثرش، هو بس بيضيف لك مساحة تحت السكشن. يبقى ده كده الفرق بين مارجن وبادنج. طبعا في المسافات بتاعة السكشن اللي هو مثلا انا عايز على الشمال يكون في بادنج بنسبة كذا، دي بنستعملها من خلال بادنج. طيب ده كده الاعدادات بتاع الكونتينر بكل بساطة. انت هتلاقي برضو لكل ويدجت اعدادات مشابهة، يعني هتلاقي الاعدادات متكررة في اغلب الحاجات. يعني مثلا لو رحنا الويدجت اللي انت هتستخدمها غالبا كتير بتاعه الهيدنج، هتلاقي كونتنت ستايل وادفانسد. كونتنت زي ما قلت لك هتلاقي هنا في التايتل بتاع الكونتنت اللي هو الكلام اللي انت بتكتبه فبيظهر هنا. وبالمناسبه الكلام ده بيكون فيه تاجز معينه، يعني خلينا نقول كده ان انا هخلي دي مثلا نورمال، بس انا عايز كلمه نور منصور تكون بولد، فهتلاقي ان في حاجات هنا كده انت بتكتب بولد وتروح في الاخر تقفلها كده فيخلي نور منصور دي بولد، فاهم؟ فتعمل شكل حلو. لو انت عايز تعمل سطر وجيت تدوس انتر كده مش هتلاقيه بيعمل سطر. يعني بص انا بدوس انتر مفيش اي حاجه بتتغير. طيب بتعمل سطر ازاي؟ بتعمل قوسين كده وتكتب بينهم بي ار اللي هو بريك، بيكسر لك السطر ده. عايز كمان سطر هتعمل كمان بي ار وتكتبها كده. طبعا لو انت جيت تنسخ دول هتلاقي فعلا السطر بقى بيتعمل. يعني الويدجتس دي مش بتعتمد انك تعمل فيها مسافة، الويدجت دي فقط هي اللي بتعتمد المسافات. يعني لو جيت ادوس انتر كده هتعمل مسافة، انما حاجة زي دي مش تعتمد المسافة، لازم تتعامل معاها كأنها HTML. طب مش HTML بالشكل البحت بتاعه، بس فيها تاجز كتيرة من HTML. فحاجات زي كده انت ممكن تسأل ال AI عنها، انت تقول له ايه التاج اللي انا ممكن اكتبه عشان يخلي لي الكلمة دي بولد، يخلي لي الكلمة دي ايا كان بقى اللي انت عايزه. طيب اللينك زي ما اتفقنا بتحط اللينك هنا، غالبا انت مش بتحط طبعا لينك في التايتل. و HTML تاج دي حاجة بتفرق في ال SEO. انت المفروض البيج بتاعتك تكون متكونة من H1 واحد فقط في بداية البيج، وبعدين للتايتلز الأساسية زي هنا مثلا دي تلاقيها H2، دي تلاقيها H2، دي H3 وبعدين السكشن اللي بعده H2 وهكذا. تبدأ بقى تنظم الويب سايت بتاعك بالطريقة دي. فانا هنا بما ان ده اول سيكشن هخليه H1. خليني بس ارجع السيكشن ده زي ما كان لان شكله مستفزني، اللي هي 1200، وهخلي الصورة 50% زي ما كانت. ايوه كده. هاجي هنا واقول له دي خليها ستريتش. بص اما بقول له خليها ستريتش اللي هو الكونتينر ده ركز كده على الحدود بتاعته. يعني بص الحدود هنا لازقة في حدود الصورة، لان هو عامل ستريتش لدي وستريتش لدي عشان يبقوا قد بعض.
لو انت خليتها ستورت هتلاقي نهاية الكونتينر بقت هنا. دي حاجة سريعة كده، بس خلينا نرجعه ستريتش. المهم نرجع تاني، التابة بتاعت ستايل دي بتفرق الكونتنت بتاعك المفروض يبدأ منين. مثلا لو ده محتوى عربي فما ينفعش يكون المحتوى العربي بادئ من الشمال، هتخليه يبدأ من اليمين كده، فكده المحتوى العربي هيكون أفضل. تايبوجرافي زي ما قلت لك بتتحكم في الفاميلي بتاعت الفونت، اللي هو اسم الفونت نفسه والحجم بتاعه والوزن بتاعه. وترانسفورم دي لو انت عايزه مثلا يكون upper case، عايزه يكون lower case، عايزه يكون capitalize اللي هو يكبر لك اول حرف من كل كلمة، عايزه نورمال اللي هو زي ما انت كاتب يظهر، هتعملها من هنا. ستايل هتلاقي عندك نورمال برضو اللي هو الستايل النورمال العادي، وايتاليك اللي هو بيميل لك الكلام. ديكوريشن اللي هو مثلا انت عايزه يكون اندرلاين كده في حاله ان ده لينك، طبعا ما ينفعش تعمل تايتل يكون بالشكل ده. اوفرلاين بيحط لك خط فوق الكلام. لاين ثرو اللي هو كانه مشخبط على كلمه. ونن بيعمل نن، فانا هخليها ديفولت برضو. لاين هايت زي ما قلت لك المسافه بين كل سطر والتاني. فالمهم نرجع تاني، هتلاقي عندك ستروك اللي هو لو انت عايز تضيف زي الحواف بتاعه التكست. انا مثلا عايز اخلي هنا ده لون اصفر، طبعا محدش بيعمل كده برضو، فانت يا ريت ما تعملش كده. هندوس هنا عشان اعمل باك تو ديفولت اللي هو بتدوس على علامه السهم اللي عامل كده. تكست شادو اللي هو بيضيف لك شادو ورا التكست، دي هتحتاجها احيانا لو انت الباك جراوند وراها صوره. طيب وزي ما قلنا طبعا هنا في التكست كلر والهوفر. طبعا برضو ما ينفعش تعمل هوفر على عنصر هو مش كليكابل. يعني ايه مش كليكابل؟ يعني ما ينفعش اخليه التايتل اما يجي يعمل عليه هوفر كده لونه يتغير وهو مش هيحصل له حاجه. هو هيفهم لما اللون يتغير ان هو هيدوس فهيحصل حاجه، فهيجي اللون يتغير ويلاقي ما بيحصلش حاجه، فدي كده باد يوزر اكسبيرينس. فانا هخلي هنا الهوفر مفيش هوفر. دوست هنا وعملت كلير. من ضمن الالوان برضو دي تنطبق على كل العناصر، اي عنصر فيه لون. لو انا عايز احفظ لون، يعني مثلا لو انا عملت اللون ده، خلينا نطبقه بس على النورمال عشان نشوف. لو انا عملت اللون ده واللون ده عجبني فبقيت عايز اخليه من الواني، فتقوم جاي دايس على علامه البلس دي وتدي له اسم ريد مثلا يعني. فهتلاقي اللون ده اتحفظ عندك فين؟ انت بتلاقي اما بتيجي تضيف اي لون هتلاقي فيه تابة اللون، بتدوس عليها فبتختار لون، او بتختار كاستم من الالوان اللي عندك اللي هي الجلوبال كولرز، فهلاقي اللون بتاعي اتحفظ هنا. وبرضو الالوان بتاعتي القديمة محفوظة هنا عادي. فانا بختار كده من الالوان المتسيفة عندي عشان ما اعملش كل حاجة بلون والموضوع يكون شكله مش منظم. طيب الويدجت اللي بعد كده التكست اديتور مثلا، دي بتستخدمها لما تيجي تضيف ديسكريبشن، تيجي تضيف كونتنت كتير، بتستخدم التكست اديتور. هنا انت بتكتب كلام والكلام ده بتقدر تتعامل معاه بشكل بسيط جدا. يعني مثلا لو دوست كنترول بي هتلاقيه عمل دي بولد، او لو انت دوست هنا يعني ببساطه انت عايز تخلي الكلمه دي ايتاليك فتدوس كده فالكلمه دي هتكون ايتاليك، وهكذا. عايز تخلي كله بولد تدوس كده كله هيكون بولد. طيب انت عايز مثلا تحط لينك في الكلمه دي فهتقوم جاي دايس محدد الكلمه كده وبعدين تعمل انسيرت لينك وبعدين تعمل مثلا اي لينك كده فهتلاقيه ضاف لك لينك هنا. التابة التانية بتاعت ستايل هتلاقي فيه برضو نفس الكلام اللي هو انت عايزه يبدأ ازاي بالظبط، عايزه يبدأ من الشمال ولا عايزه يبدأ من اليمين. هتلاقي التابة بتاعت تايبوجرافي اللي احنا لسه شارحينها بالظبط زي ما هي، الحاجات ما بتختلفش. يعني طالما نفس الحاجة موجودة في ويدجت وموجودة في ويدجت تانية هتلاقي نفس الاعدادات بتاعتهم بالظبط مع فروقات بسيطة طبعا لو في فروقات. حاجة زي التايبوجرافي ما فيهاش فروقات، هي تايبوجرافي في كله حتى في الزراير. طيب باراجراف سبيسنج اللي هو شايف الفقرة الأولى دي كده باراجراف، اللي بعديها باراجراف، في بينهم مسافة. حتى لو انت مش عامل مسافة هنا، مجرد بس ما تعمل انتر اللي هو انا كده كتبت اول باراجراف فهتلاقيه ضايف لك مسافة هنا. المسافة دي انت ممكن تعدلها، ممكن تخليها 60 مثلا فيخلي المسافة بين كل باراجراف والتاني 60. انت عايز تشيلها خالص تخليها زيرو وهكذا، وتعتمد انك انت اللي تعمل المسافة كده. عندك حاجة زي اللينك كولر اللي هو لو انت ضايف لينك كده زي ما قلنا شباك مثلا وجيت هنا قلت له لينك كولر اصفر مثلا فيعمل لك اللون هنا اصفر. بس نروح لويدجت تانية مثلا زي الزراير، هتلاقي كونتنت تكست ده الكلام اللي بيظهر في الزرار نفسه، واللينك ده اللينك اللي انت المفروض لما الشخص يدوس على الزرار يروح للمكان ده، وايكون زي ما قلنا بتابلود اس اف جي او تضيف ايكون من المكتبه بتاعه الايكونز، وايكون بوزيشن بتتحكم في اتجاه السهم، وايكون سبيسنج بتفرق بين السهم والكلام. طيب نروح للتابة بتاعت ستايل، نفس الكلام هتلاقي بيقول لك الزرار ده انت عايزه يتم التعامل معاه ازاي. لو انت خليته ستريتش كده مش هتلاحظ ان حصل حاجة، بس لو رحت للتابة بتاعت ادفانسد ودي هشرحها برضو في جزء لوحدها وخليتها كده العرض بتاعها عرض كامل، بص هتلاقيه عمل ازاي. فهتلاقي هنا سنتر هو بيخليه في النص، ليفت بيخليه على الشمال، رايت بيخليه كده، ستريتش بيقوم جاي واخد العرض كله. طيب دي هتفرق في ايه؟ دي هتفرق لو انت عندك على الموبايل عايز بدل ما هو يكون
معمول كده، لا يكون كده كل الزراير ورا بعضها بالشكل ده. طيب فانا هلغيها حاليا، او على الديسكتوب هعمل كده والغيها ديفولت، بس هسيبها زي ما هي. دي هخليها ليفت. هلاقي برضو التايبوجرافي، وهلاقي الشادو والالوان والبوردر راديوس والبوردر تايب والكلام ده كله هتلاقيه موجود هنا. هتلاقي برضو في تابة بادنج لوحدها، تقدر تضيف بادنج الداخلي للعنصر نفسه، اللي هو مثلا انا عايز الزرار ده يكون على الشمال فيه 40، وطبعا طالما خليت على الشمال 40 يبقى لازم على اليمين 40. فوق هخليه مثلا 15، وتحت هخليه 15. فوق وتحت لازم يكونوا زي بعض، ويمين وشمال لازم يكونوا زي بعض. فانا كده غيرت الشكل بتاع السكشن. طيب انا هخليها ديفولت تاني، دوست على اللينك هنا ومسحت كله. علامة اللينك دي بتعمل ايه؟ بدل ما انت مثلا لو انت عايز تخلي دي كلها واحد، فبدل ما تقعد تمشي كده وتكتب واحد واحد واحد، انت بتدوس كده لينك وتكتب واحد في واحدة بس، هتلاقي كله بيتعدل معاك. انا دوست لينك ومسحت عشان كله يتعدل الحجم الطبيعي بتاعه. التابة بتاعت هافر في اي حاجة هي نفس التابة، مثلا هنا تكست كولر وهنا تكست كولر بس لما اعمل عليه هافر، هنا باك جراوند وهنا باك جراوند لما اعمل عليها هافر، وهكذا. فانت كل حاجة بتلاقي منها نورمال وهافر بس في اي بقى ويدجت او اي سيكشن تاني. تابة مثلا بتاعت الصور، زي ما قلنا انت بترفع الصورة من هنا او بتضيفها من خلال لينك. يعني انت بتيجي هنا تحت كلمة اكشنز دي تلاقي insert media او insert from URL. غالبا انت هتعمل insert media طبعا لان انت مش بتاخد لينك كل الصور. يعني هتلاقي هنا الدقة بتاعت الصورة، هو يقول لك انت عايز جودتها تكون عاملة ازاي. لو انت خليتها thumbnail مثلا هتلاقي بص جودة الصورة هتلاقيها اتقلبت ازاي. ثانية اما تكمل تحميل. هو كده بيرندر الصورة بالجودة اللي انا اخترتها، خلاها 150 في 150. طبعا هنا ميديوم هيكبرها شويه، ميديوم لورج زي ما قلت لك بقى، هو بيتحكم في بكسلات الصوره. فانا رايي تخلي دي دايما فل، وانت تعتمد ان انت زي ما قلت لك ترفع الصور بجوده قليله، ويكون الفورمات بتاعها ويب بي. هتلاقي في هنا برضو الاوبشن بتاع اللينك ده. لو انا دوست على اللينك هلاقي فيه اوبشنين، ميديا فايل وكاستم يو ار ال. هيطلع لي اوبشن تاني اسمه لايت بوكس. لو انا قلت له لايت بوكس يس، بص هيعمل ايه. لو انا جيت ادوس على الصوره هيفتح لي الصوره كده. برضو عشان تشوفها اكتر ممكن ادوس كده، بيفتح لي الصورة، يعني بيكبر الصورة. دي هتفرق لو مثلا مقالة والشخص عايز يشوف الصورة دي اكتر، انما في العناصر العادية طبعا مش بتفتح اللايت بوكس. الاوبشن التاني ان انت تعمل كاستم يو ار ال، اللي هو مثلا انا اقول له وديه الويب سايت nurosama.com. بص كده مجرد ما دوست فتح لي الويب سايت الاساسي بتاعي. التابة التانية بتاعت صورة احنا شرحناها بالفعل، بس خلينا نعدي عليها سريعا. زي ما قلت لك اول اوبشن عندك هو العرض بتاعها، وبتقدر تعدل من هنا القيمة اللي هو بيكسل ولا نسبة ولا اي ام ولا فيو بورت ولا الكلام ده كله. وزي ما قلت لك من الايكون دي انت بتقدر تعدل القيمة بتاعتها، اللي هو انت عايزها تتغير بالبيكسل ولا بالنسبة ولا اي ام ولا كل الكلام ده كله. فانا مثلا هنا هقول له خليها 70%، او هقول له خليها 400 بكسل، وهكذا. لو انت مسحت هو تلقائي بيخليها تاخد عرض الشاشة. وهنا بتتحكم في اقصى عرض للصورة، اللي هو ايا كان ايه اللي حصل الصورة ما ينفعش تتخطى ال 55% مثلا. طيب تيجي التابة مثلا زي التابة بتاعت الارتفاع دي. لو انت جيت هنا للارتفاع وخليته 300 هتلاقي الصورة الارتفاع بتاعها اقل. طب انا عايز الارتفاع يقل بس في نفس الوقت تاخد الحجم بتاع السكشن كله، فهتيجي هنا للعرض تخليه 100%. طيب انا عايز العرض يكون تمام من غير ما الصورة تتضغط بالشكل المضحك ده، فهتيجي هنا الاوبجكت فيت وتقول له كفر. كفر هيقوم جاي واخد ابعاد الصورة الطبيعية، بس هيقص الصورة طبعا عشان يقدر يخليها تاخد الحجم بتاعها. لو انت خليتها فيل هتتعمل بنفس الشكل ده، اللي هو هيظهر لك الصورة كاملة بس مضغوطة. ولو خليتها كونتين هتلاقيها بتحترم الارتفاع بس في نفس الوقت ظاهرة بحجمها الكامل. طيب انت غالبا بتستخدم ايه؟ غالبا على الديسكتوب انت مش بتعدل ارتفاع الصورة في سيكشن يعني زي ده، بس بتروح على الموبايل تظبط الارتفاع بتاعها شوية، تخليها كفر، تخليها توب سنتر عشان وش الشخص يبان، وهكذا. طيب كده انت تقريبا عرفت اعدادات كل ويدجت موجودة في اليمنتور. كل ويدجت حرفيا المفروض تتعامل معاها ازاي، فده هيخليك لما تروح كده تدوس على اي ويدجت هتقدر تتعامل معاها بشكل طبيعي جدا. بس خلينا برضو نعدي على الويدجتس بشكل سريع. هتلاقي هنا في الويدجت بتاعت فيديو، هنا انت بتضيف لينك فيديو فبيظهر لك فيديو في السكشن بتاعك. نفس الكلام بقى انت بتعدل في الفيديو الاعدادات بتاعته المناسبة، وهكذا. طيب سيكشن تاني زي مثلا ديفايدر، ده بيضيف لك خط كده بيقسم لك بين حاجة وحاجة، وبتقدر تعدل اللون بتاعه العرض بتاعه والكلام ده كله. هتلاقي عندك سيكشن زي سبيسر، ده بيضيف لك مساحة بين حاجة والتانية، دي برضو بتقدر تستغنى عنه بحاجة زي المارجن مثلا. طيب سيكشن زي ايكون، انت بتضيف ايكون هنا،
طيب لو انت عايز مثلا ويدجت زي دي اللي هو تضيف ايكون وتضيف جنبيها كلام، فهتلاقي دي اسمها ايكون ليست. بتبحث كده ايكون ليست وتضيف الايكون هنا، بتفتح كده الويدجت تكتب الكلام اللي انت عايزه، وبعدين تعمل ابلود للايكون بتاعتك او تجيبها من المكتبة هنا وتعمل كده بس. فبتلاقي كل حاجة هنا بتضاف بنفس الشكل ده. الستايل هتلاقي ستايل مناسب اللي هو ستايل الايكون، ستايل التكست، وهكذا. طيب تيجي مثلا لويدجتس تانية، هتلاقي برضو في الويدجت البرو بتاعت اليمنتور، وهتلاقي في ويدجتس اي بلجن انت بتضيفه بتاع ويدجتس. يعني مثلا هتلاقي في بلجنز معموله ان هي تضيف لك ويدجتس اكتر، فالبلجنز دي لما انت بتضيفها بتضيف لك مميزات اكتر، زي مثلا ان انت تضيف ويدجت بتعمل ميزه معينه ما كانتش موجوده في اليمنتور، وهكذا. جنرال هتلاقي فيها برضو ويدجتس اكتر، حاجه زي تابس مثلا اللي هو كل تابه اما الشخص يدوس عليها المفروض تظهر له ايه، وهكذا. طيب نيجي للتابة اللي انا كنت راكنها للاخر، لان التابة دي بتكون موجودة هي في كل الويدجتس. يعني نفس الاعدادات اللي انت هتشوفها هنا دلوقتي هتلاقيها موجودة في الصورة، هتلاقيها موجودة في التكست، هتلاقيها موجودة في السكشن، كل حاجة زي ما هي بالظبط، مش هتلاقي اي حاجة متغيرة. طيب هي عبارة عن ايه بالظبط؟ زي ما قلنا في مارجن، لو انا عايز اضيف مثلا مارجن تحت التكست ده يكون 40، فكده هو ضاف لي مسافة بين التكست ده ومسافة بين التكست ده، كده خليها 40. انا عايز اخليها 20 وهكذا. طيب لو انا عايز اضيف بادنج برضو بتضيفها من هنا. لو انا مثلا عايز مخليش الكونتنت ده يكون واخد العرض بتاعه كله، فانت بتيجي هنا بتلاقي مجموعة اوبشنز من ضمنها كاستم. انا مثلا عايزه بالبكسل عشان ما يختلفش في اي حجم شاشة، لان طول ما هو بياخد 100% من العرض فهتلاقيه بيختلف في احجام الشاشات المختلفة. فانا هقول له بيكسل وهظبطها مثلا ان هو اليمنتور برو باي نور منصور وبس كده، ما يعملش بقى اي مساحة بعد كده. اي حاجة تتكتب زي كده تظهر تحتيه، انما ما يعديش الحد ده. هو ليه يعدي الحد ده؟ لان هي كلمة واحدة. لو عملت مساحة كده، كده هو عمال يضيف الكونتنت بشكل منظم وهو محترم الحدود اللي انا حطيتها له. فانا هخليه كده عرض كامل تاني. الاين سيلف دي اللي هو انا بقول له تجاهل الستايل بتاع السكشن وخلي الكونتنت ده مثلا بيبدا من اليمين، خليه بيبدا من الشمال. عندك ايه تاني يهمك هنا؟ البوزيشن لو انت خليته فيكسد فانت كده بتقول له العنصر ده لازم يفضل على الشاشه طول الوقت، اللي هو مثلا لو انا جيت خليته كده تحت فهو هيفضل مخلي السكشن ده تحت. طيب ده بيستخدم في حاجات زي ايه؟ لو انت رحت هنا هتلاقيني مضايف الزرار بتاع الواتساب ده ثابت دايما في الشاشه، مهما كان بقى الشخص ده في انهي جزء في البيج الزرار ده هيفضل قدامه دايما عشان انا عامله فيكسد. طيب زي اندكس دي اللي هو اللايرز، يعني مثلا انا عايز التكست يكون فوق الصوره، عايز مثلا التكست لو جه فوق الصوره بقى، يعني مثلا لو انا جيت هنا اخترت كده الاوبشن ده وقلت له خليه هنا. طبعا ما تستخدمش الطريقه دي ابدا ان انت ترتب العناصر لان هي مش دقيقه. الويب سايتس بالذات ما تتعاملش معاها كأنها ديزاين، لان اي حاجه انت هتعملها هتعمل حساب شاشات كتيره، شاشات الموبايل، شاشات البي سي نفسها هتلاقي فيها ابعاد كتيره من 1200 بكسل لمثلا 2000 بكسل لحد معاه شاشه كبيره جدا وهكذا. بس انا بوريك الموضوع كمثال. دلوقتي زي اندكس لو انا خليته كده -1، بص ايه اللي هيحصل، نزل تحت الصوره. طيب انا خليته 1 طلع فوق الصوره. طيب لو الصوره دي الزي اندكس بتاعها 2 يبقى هي اللي هيبقى ليها الاولويه ان هي تكون فوق، وهكذا. فانا هرجع كله تاني، بدوس كنترول زد عشان ارجع كل حاجه زي ما كانت. طيب عندك ايه تاني؟ عندك ال CSS ID، ده هتستخدمه في السكشنز. يعني مثلا لما انا اجي اعمل كده سكشن، او خلينا نعمل سكشنين، واقول له CSS ID بتاع السكشن ده هو مثلا نور. طيب ده هيفرق في ايه؟ خلينا نعمل ببلش كده وخلينا نفتح الويب سايت، هقول له فيو بيج. دي هتفرق معاك اما انت تيجي تضيف لينك كده، انا كاتب اللينك وبعدين هاشتاج نور، بص ايه اللي هيحصل، هيوديني للسكشن على طول. فده هيفرق في ايه؟ خلينا نقول مثلا ان انت عندك فين تاني. طيب البيج ضاعت مني. طيب ده اللينك اهو، انا هقول له مثلا انا عايز الشخص البورتفوليو بتاعي هنا، فهحط في اللينك بتاعي اللينك اللي بيودي للسكشن على طول. فبدل ما الشخص يقعد يسكرول، لا هو هيفتح كده هيجي يدوس على بورتفوليو، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيقوم جاي نقله للسكشن بتاع البورتفوليو. ده الاستخدام الشائع لل CSS ID. طيب عندك ال CSS classes بقى، يعني مثلا لو انا جيت اضيف CSS classes ليها استخدامات كتيره بقى، ايا كان انت متعلم ايه في CSS تقدر تطبقه هنا. انا هقول له مثلا ان ال CSS class بتاع الصوره دي هو نور برو. طيب ايه اللي هيحصل بقى لو انا جيت كده رحت الكاستمايز دي طبعا هنشرحها في جزء مفصل ليها، بس سريعا كده عشان تفهم الفكره. ورحت للتابه بتاعت CSS اللي في الاخر، وجيت هنا كتبت دوت نور برو وعملت قوسين كده وقلت له ان مثلا اخفي لي التكست ده none.
بص خفى الصوره. هقول له مثلا ايا كان بقى، ايا كان انت متعلم ايه في سي اس اس هتقدر تعمله هنا. عندك بعد كده موشن افكتس اللي هو السكرولنج افكتس، الماوس افكتس، الكلام ده. بس طبعا كل الحاجات دي برو في اليمنتور، لازم تكون شاريه عشان تقدر تعمل الحاجات دي. عندك تابع زي ترانسفورم، دي بتعمل منها انيميشنز حلوه. خلينا نطبقها على الزرار عشان يكون بس الموضوع منطقي. نروح لترانسفورم. الاول هقول له نورمال الروتيت، لا ما تعملش الروتيت، هخليه كده بس، هدوس على القلم عشان يثبته في مكانه. وبعدين هقول له هافر روتيت، خليها مثلا كده. بص بقى ايه اللي هيحصل. تيجي تعمل هافر تلاقي الزرار اتغير. نفس الكلام لو انا عايز مثلا اغير السكيل او الابعاد بتاعته او ايا كان، فهاجي مثلا السكيل بدوس بس على القلم هنا، الهدف ان انا اثبته، اللي هو بقول له خد نفس المقاسات دي عشان ما تغيرهاش لما اجي اعمل هافر. اللي هو اما هعمل هافر انت هتتنقل من المرحله اللي انت فيها حاليا للمرحله اللي انا هقولها لك. فاجي هنا للسكيل واقول له خليها كده، فبص بتصغر جامد. اخليها بقى فوق الواحد 1.3 مثلا. بص كده بقت تعمل ازاي. فانت ممكن تعمل انيميشنز حلوه قوي بقى بالشكل ده، لو ما الشخص يجي يدوس على الزرار يحصل فيه كده. عندك الباك جراوند بتاعت كل عنصر، لو انت عايز تضيف مثلا الزرار ده باك جراوند وراه لونها احمر مثلا. واخد بالك ان الباك جراوند هي ما بتعتمدش حدود الزرار، هي بتعتمد حدود العنصر نفسه، اللي هو اللون البينك اللي حوالين العنصر هي اللي هتتحط فيه الباك جراوند. فانا اشيل الباك جراوند من هنا طبعا. هتلاقي عندك بوردر، البوردر كده كده بتضيفه من جوه. وهتلاقي عندك ماسك ريسبونسيف برضو من الحاجات المهمه. خلينا نفترض ان انا عايز السكشن ده يظهر على الديسكتوب بس ما يظهرش على الموبايل، فبتيجي هنا وتقول له هايد اون موبايل. تيجي تعمل كده. بص عمله لك بالرصاصي عشان هو كده خفاه لك تماما. طيب نفس الكلام انت عايز مثلا تخفيه على التابلت، عايز تخفيه على الديسكتوب، وهكذا. انا مش عايز اخفيه في حته فهشيل ده كله. طيب دي كده كل الاعدادات بتاعه التابه بتاعه ادفانسد. انا بقى عايز اشرح لك اليمنتور بقى بشكل عام، او الشورت كاتس اللي ممكن تفيدك في اليمنتور. لو انت عايز تضيف ويدجت زي دي تاني، فبتعمل زي ما قلنا دبليكيت اللي هو كده، او تدوس كنترول دي. كل ما تدوس كنترول دي هيضيف لك نفس الويدجت. لو انت عايز تمسح حاجه انت ضفتها او ترجع خطوه من الحاجه اللي انت عملتها، بتدوس كنترول زد. كنترول زد او كوماند زد، يعني حسب انت شغال على ماك ولا ويندوز. انا شغال على ماك بس انا بشرح اكني على ويندوز لان اغلب الناس معاهم ويندوز. طيب لو دوست كليك يمين تاني هتلاقي برضو عندك اوبشنز كتيره، مثلا كوبي بيست ستايل. بيست ستايل دي مهمه جدا. لو انا عايز الزرار ده مثلا ياخد نفس الستايل بتاع الزرار ده، يعني مثلا انا عايز الستايل ده كده، فاقول له كوبي وبعدين هاجي هنا اقول له بيست ستايل. بص ايه اللي هيحصل. خد نفس الستايل ده بالظبط، خد كل الحاجات اللي احنا عملناها هنا. طيب بس انت كده تقريبا دي كل الشورت كاتس اللي انت ممكن تحتاجها. في حاجات بقى تانية، لو انت جيت مثلا هنا ورحت على user preferences، دي شوية حاجات انت ممكن تعملها. ممكن تخلي السايد بار ده مثلا لونه ابيض، ممكن تخلي عرض السايد بار اصغر من كده، ممكن تخليه اكبر من كده، وهكذا. الحاجه اللي انا بستخدمها هنا اكتر حاجه ان انا بقول له اخفي العناصر اللي انا عملت لها اخفاء. بمعنى ايه؟ لو احنا جينا هنا ورحنا البورتفوليو، ودي انا خفيتها على الديسكتوب، بص هي اختفت بس لسه ظاهره برضو. طيب انا عايز اتخيل الصوره كامله، فهاجي هنا والغي الزرار ده، فكده اي حاجه انا خفيتها مش هتظهر عندي اصلا. بص بمجرد ما بقفل الزرار كل حاجه انا خفيتها بتتشال. انت برضو ممكن تلغي اللانش باد دي، اللي هو كل ما تفتح بيج هيقول لك اعمل كذا كذا كذا، فدي الغيها طبعا. وبرضو زي ما قلنا من هنا بتضيف element، ومن بيج سيتنجز هنا بتعدل مثلا التايتل بتاع البيج، تعدلها تخليها درافت ولا بابلش، تخفي التايتل بتاعها. التايتل بتاعها دي هتفرق لو احنا ما كناش عملنا ده كله اصلا. يعني مثلا لو دي كانت بيج لاي اوت ديفولت، بص هنا ظاهر التايتل بتاعها، ده معنى ان هو يخفي التايتل بتاعها. بس احنا اصلا بنيجي هنا ونعمل elementor full width، اللي هو بيظهر العرض بتاع اليمنتور فقط والهيدر والفوتر، ما بيظهرش اي حاجه تانية. دي اكتر طريقه كلين انت ممكن تشتغل بيها. عندك هنا في التابه دي الهيستوري، اللي هو ايه اللي كان بيحصل في البيج دي من البدايه خالص بقى. لو انت عايز ترجع لحاجه معينه بتدوس عليها فبترجع لها، وهكذا. فاي ثيم عندك انت هتلاقي برضو في مجموعه اوبشنز انت بتقدر تعمل منها شويه حاجات. اهم الحاجات اللي احنا هنعملها حاليا هي الهيدر والفوتر، بس خلينا نعدي على كل الحاجات بسرعه. جلوبال هتلاقي برضو نفس الكلام، التايبوجرافي، الالوان، الكونتينر المفروض الابعاد بتاعته تكون عامله ازاي. الهيدر انت من هنا بتضيف الهيدر بتاعك. طبعا انت مش تعمل هيدر بالشكل ده لان الهيدر ده انا عامله باليمنتور فبيكون فيه كاستمايزيشن اكتر. بس بما ان انت مش تشتري اليمنتور برو، فانت ممكن تمشي حالك بحاجه زي كده من غير ما تنزل بلجن خارجي عشان كتر البلجنز مش حلو. فهتلاقي فيه هنا السايت تايتل واللوجو. هتلاقي مثلا لو انا دوست هنا
اقدر اختار اللوجو بتاعي من هنا. انا هختار الصورة دي مثلا، فهتلاقي الايكون اتضافت فين. هو كده بيقول لي قص اللوجو، انا مش عايز اقصه فاخليه كامل كده. بص اللوجو كده اتضاف فين، بس طبعا حجمه كبير جدا فقوم جاي مصغره كده. هو ضايف لي اللوجو والسايت تايتل، فانا هكتب جنب السايت تايتل نور منصور، فكده هو ضاف لي اللوجو والسايت تايتل بتوعي. لو انا عايز اضيف برضو التاج لاين فاكتب ووردبريس ديف مثلا، فهتلاقيها اتضافت هنا تحت التايتل بتاعي، بس هو مش عامل ان هي تظهر، فهدوس كده على الايكونز دي عشان تظهر على الديسكتوب والتابلت والموبايل. المفروض تحمل دلوقتي. هدوس ببلش وبعدين هطلع بره واعمل ريفرش. بص هتلاقي التايتل بتاعي اتضاف او الاسم بتاعي اتضاف وتحتيه التايتل بتاعي، فكده الجزء ده بقى شكله كلين وحلو جدا. طيب نيجي للجزء التاني، هتلاقيه هنا المنيو. انا هروح بس للديزاين، هقول له بلاش اللون الازرق ده خالص، خليه لون اسود، وخلي هو هنا ده الاكتف اللي هو البيج اللي الشخص فيها حاليا المفروض يكون لونها ايه. اقول له برضو خليها اسود. انت لما بتعمل هافر كده بيقول لك دي ايه، اما عملت هافر هنا قال لي دي البيج اللي لما الشخص يعمل عليها هافر، خلينا نقول ان هي تكون اصفر مثلا. طبعا انت هتحط الوان بتاعتك، انا بحط اي الوان بس على سبيل المثال. هنا الفونت فهقول له بوبنز. كده انا ضفت المنيو، كده ضفت الويب سايت بتاعي. هتاكد برضو ان كله تمام على الموبايل، الاقي ان هو الى حد ما تمام، بس اصغر دي شوية كمان، فكده نور منصور بقت على سطر واحد. طيب هروح برضو هنا للمنيو دي واقول له خلي الديزاين بتاعها بلاش اللون الازرق خالص، خليه لون اسود. وبعدين هاجي هنا، انا ممكن هنا بقى اخفي مثلا التايتل على الموبايل. لو انا جيت هنا كده التايتل هيتشال، او لو انا رجعت كده الموبايل بيتشال خليته هيتشال. تاج لاين برضو من هنا بيتشال او بحطه من هنا بس. طيب دلوقتي نرجع تاني للمنيو بتاعتي. لو انا رجعت كده للشاشة بتاعت الديسكتوب وبعدين هقول له اطلع بره خالص، وهقول له في المنيوز هنا create new menu، وهقول له main مثلا next، هقول له دي البرايمري منيو. هقول له انا عندي مثلا الهوم، وعندي انا ضفت 2 هوم. هدوس هنا add items وهقول له custom links بما اني ما عنديش pages ثانية، وهقول له هنا مثلا projects دي هقول له ده اللينك، انا بدلت مكان اللينك بالموضوع ده، وهقول له البروجكتس دي هتودي لللينك ده add to menu. هقول له مثلا about، هكتب هنا about، وبعدين هقول له about دي هتودي هنا. طبعا في العادي دي بتكون pages على الويب سايت بتاعك، بس بما اننا ما ضفناش كل البيجز فانا همشي الدنيا بالنظام ده. بعدين هقول له publish كده. طبعا هتلاقي المنيو هنا اتعدلت كده، انت عملت الهيدر. نفس الكلام في الفوتر، خلينا نشوف هو ضايف ايه. الفوتر احنا ممكن نخليه بسيط، بس هنشيل برضو البراندنج بتاع استرا ده. يعني هو كاتب لي هنا كوبي رايت بتاعت استرا، انا هاجي هنا وهكتب الكوبي رايتس بتاعتي بس كده. الفوتر بالنسبه لي تمام. طبعا في الفوتر انت ممكن تضيف حاجات اكتر من كده، بس انا هكتفي بالحاجات دي لان انا مش عايز اكبر الموضوع بس. فلو احنا رحنا للويب سايت تاني عملنا بريفيو كده، هنلاقي الهيدر اتضاف، اللوجو بتاعي، الاسم، التايتل، وهلاقي الويب سايت نفسه. طيب ليه الويب سايت عامل كده؟ لان زي ما قلت في البداية انت محتاج تروح للسيتنجز ريدنج وتقول له ان الهوم بيج بتاعتك ستاتيك هوم بيج، وتختار الهوم بيج دي سيف. بص بقى اللي هيحصل هنا، هتلاقي الديزاين اللي احنا عملناه هنا. طيب انت عايز تضيف مثلا، عايز تمسح السكرول تو توب ده زرار اما بتدوس عليه بيطلعك لاول سيكشن في الصفحة، وزرار مفيد فخلينا نسيبه، بس هنظبط الالوان بتاعته ونظبط مثلا نخليه مدور وهكذا. هتروح لجنرال وتدوس على سكرول تو توب وبعدين تدوس على ديزاين بوردر راديوس. عشان اخليه مدور هخليها نسبة مئوية وهقول له 50%، فبص كده هتلاقيها بقت مدورة لما اخلي كله 50 بس. ايكون كولر خلينا نقول انها تكون ابيض والباك جراوند بتاعتها اسود. طيب ده في حالة الهوفر، فانا هخليها ابيض برضو في الهوفر، ودي هخليها اسود في الهوفر، فهتبقى كده بس. ببلش كده احنا عملنا اهم الاعدادات بتاعه السيم نفسه بس. تقريبا دي كل الاعدادات اللي ممكن تهمك جوه السيم. اهم حاجه طبعا الهيدر والفوتر اللي احنا عملناهم من هنا من غير اي تكلفه ومن غير ما ندفع فلوس اضافيه لاي بلجن. كده انت تقريبا عرفت كل حاجه انت محتاج تعرفها عشان تبدا تعمل اقوى ديزاين انت ممكن تعمله في اي ويب سايت.
انا تعمدت ما اديلكش ديزاين معين بعينه، عشان انا مش بديلك سمكه، انا بديلك السناره وانت اصطاد اللي انت عايزه. طيب تصطاد اللي انت عايزه ازاي؟ انت عشان تعمل اي ويب سايت، قبل ما تبدا في اي ويب سايت شوف الناس بيعملوا ايه، شوف احجام التكست بتكون معموله ازاي، شوف اللاي اوت بتاع السكشنز بيكون معمول ازاي، وابدا اعمل حاجات مشابهه. مش شرط تقلد الحاجه دي 100%، بس خد الاساس اللي كله ماشي بيه. كل الحاجات اللي انت عرفتها في الفيديو اللي اقل من 60 دقيقه ده، انت حرفيا كده معاك كنز، انت تقدر تعمل اي ويب سايت انت عايزه. لو انت دخلت على البورتفوليو بتاعي هتلاقي فيه ويب سايتس شكلها كلين جدا، وويب سايتس حلوه جدا اتباعت لعملاء بالفعل. يعني كل الحاجات اللي عندي دي لايف لعملاء، سواء في مصر، في السعوديه، في الامارات. فانت بقى معاك نفس المهاره اللي كانت معايا. هل طبعا لسه في حاجات محتاج تتعلمها؟ اكيد طبعا لسه في حاجات محتاج تتعلمها، بس انا لخصت لك كده بحث كتير جدا وتدوير كتير جدا، واديتك الاساس اللي انت هتمشي بيه. فاللي انت محتاج تعمله قبل ما تيجي تعمل اي ويب سايت، دايما ابحث على ديزاينز جديده. هتلاقي ويب سايتس مفيده جدا، حاجه زي دريبل مثلا، هتلاقي فيه ويب سايتس كتيره انت ممكن تاخد منها انسبيريشن، اللي هو تشوف الناس بيعملوا ايه وتعمل شبههم وهكذا. انا شايف ان انت في البدايه ممكن تعمل بورتفوليو مثلا. اعمل البورتفوليو بتاعك، حط اللينك في الكومنتس، خلينا نشير كده الافكار مع بعض، خلينا نشوف انت عملت ايه، خلي باقي الناس يشوفوا انت عملت ايه. عايز الكومنتس تتملي ويب سايتس انت عملتها. في الثلاث ايام دول انت هيكون عندك اوبشن ان انت تابجريد السيرفر، ويفضل الويب سايت دايما بتاعك لمده سنه اللي انت هتشتري فيها السيرفر مثلا. وده الحل اللي انا شايف ان انت المفروض تعمله. اعمل ويب سايت خليه لايف زي ما انا عملت في البدايه. في البدايه ما كانش عندي بورتفوليو اصلا، او ما كانش فيه السكشن بتاع البورتفوليو، بس خليت الويب سايت موجود اللي هو فيه خبره بتاعتي فيه، انا بقدر اعمل ايه لحد اما جالي عملاء. بقيت اما بلاقي عميل ببعت له الويب سايت بتاعي، وده بيلخص كتير جدا. فانا شايف ان انت لو عندك القدره ان انت تعمل ابجريد 100%، طبعا اعمل ابجريد وخلي الويب سايت بتاعك لايف دايما. انت مش عارف تعمل ابجريد، فانت غالبا هتحتاج تتعلم ازاي تستخدم لوكال هوست، يا اما تبحث، يا اما لو عايز نعمل فيديو اكتب لي برده في الكومنتس وهقول لك ازاي تستخدم لوكال هوست، او ازاي تعمل الويب سايت بتاعك على لوكال هوست بشكل مجاني بالكامل. بس طبعا عيوبه ان الناس مش بتقدر تشوف الويب سايت، بس بتقدر طبعا تجرب تتعلم وهكذا. طبعا على قد ما انت اتعلمت حاجات قيمة جدا وحاجات كتيرة جدا في الفيديو ده الحمد لله، بس لسه في حاجات كتير هتتعلمها. انا ناوي اعمل سلسلة كاملة بعلم فيها ووردبريس، او بشرح فيها كل الحاجات اللي انا اتعلمتها على مدار الثلاث او 4 سنين اللي فاتوا اللي انا كنت شغال فيهم. لو انت مهتم بالسلسله دي اكتب لي برضو ان انت مهتم. لو انت وصلت لحد هنا قول لي ان انت وصلت لحد هنا. ما تنساش اللايك، الكومنت، ما تنساش تشير الفيديو ده مع حد ممكن يحتاجه لو انت حسيت ان هو افادك فعلا. بالتوفيق، ومستني ابداعاتكم في الكومنتس.